يا سيدي من ساعه لما ضرب بشاميل الخميس وهو كده. اصل برضه ضرب كرشه ضرب لقدام 3 اطباق. قلت له طب كل طبق يعني 3 اطباق. ما هو طفس طول عمره. هو لا طفس فشخ، ده اطفس جداً. واحد انا شفته من اطفس الناس بكره اللي شفتها عندنا في حلقه. انت عارف بيتبلوا على مايلو. لا 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 عمر ده اطفس من مايلو. عمر طفس فشخ، طفس ما يعني. تمثلش وتعمل نفسك مش سامع. عرفت تشوف الماتش بالله عليك؟ اصل انا وهو كان عنده راجعين تخمة. انا كنا جايين هنا ومفروض نصور فيديو ونقعد. انا عملت كده وهو عمل كده. كلمته في الاوف تايم قال لي انا داخل فيها جون مش عارف اتنفس مش عارف اتفرج. انت ما طلعتش لايف امبارح؟ لا طلع. لا استشفيت. لا كله الا الشغل. الله اكبر الله استاذ اكبر. مهاب كله الله الا أكبر. الشغل. كام واحد هنا في المكان قال عليا تفز بس عشان راجع عشان كنت مغمض عيني. انا اكتر واحد قلت عليك طفس. ومايلو قال عليك كده برضه. هو ايه المشكله ان انا اكل طبقين؟ مش فاهم. 3. يا عم لا طبقين ولا هو ده قال كداب. تلاتة. ده طبقين كداب. اكلت طبقين يعني. مفيش عشان تخمه وكده بس هو بصراحه كانت مستاهله. اصل هي فور وان يوز انا شجعت وان يوز فور وان تايم يلحقها يا لا. وان تايم. كلت طبق وبصيت قلت له ما نعرفش ممكن يكلمنا امتى تاني خش تاني يعني. ولقيته واقف جنب الصينيه فوق. انا وقفت القط برضه ايه بعد في شياكه كده آه. لا يعني مش حامله طبق. لا مش جعان قوي يعني. الحركات النص كوم دي. حطيت طبق هوود بصيت كده لقيت جمبريه. الجمبري كان حكايه. بس مش عارف، انا مش بحب انت ما تفتحش بقك. الفتي يعني. انا بحب لحمه مفرومه عادي. لما يعمل لحمه مفرومه نكلمك. احنا كلنا الاستاكوزا والجمبري مش حلوة، لا. كل حاجه حلوه يا عم. ما انت تقولها. شايف هو بيقول لك مش حلو اللي هو يعني. لا مش حلوه يعني. طيب ده دلوقتي اول حاجه قالها عمر. كلت بشاميل الخميس اخويا. انا قلت له قلت له كده. يا طفل اول لما دخل يا طفل اللي باصص لي في بقول لك ايه، الصينيه. الواد مهاب كان اول ما شاف الصينيه نزل بوشه على الصينيه يعني. مش هيستنى لما هو واحد اللي كان هينزل بدماغه. اللي غايب النهارده حازم. حازم يا لهوي لو كان شاف البشاميل. حازم كلها في الريل اكيد يعني. كان الموبايل. هو من غير مش قادر. مش قال لك انا جعان مش قادر. اطلب بستويسي. طيب بمناسبة الأكل هنتغدى إيه بقى؟ عشان أنا جعان وبدأت جيم فمحتاج آكل. محتاج يتغذى. مشويات. أيوه هناكل إيه طيب؟ عشان تخسوا اللي انتوا عملتوه امبارح. مشويات. أنا رحت النهاردة يعني فاهم، قعدت أحرق بس في البشاميل. شجعك تقريبا نزلت طبق. بس يعني فاضل طبق. لسه التاني إن شاء الله. فاضل طبق. لسه تلاقي في طبق. فاضل. لسه والله أنا عارف. هناكل إيه بقى يا أستاذ مهاب؟ عشان أنا ده الموضوع ده مؤرقني وأنا جعان جدا. شوف مشويات. والحلقة دي لو طولت انا كتير نفسي ممكن آكل في في الفاصل مشويات. أو ممكن آكل في نص الحلقة عادي. مشويات. هتاكل ايه؟ مشويات ايه بقى؟ عايز تاكل ايه؟ طب عايز تاكل ايه؟ انا شايف ان مايلو بيحب واحد كده ممكن استنى ده هيقول حاجه دلوقتي. حمام. لا حمام ده مش مشويات. طب سمان. انا بحب ايوه. لا منين انا بقى؟ انا بحبش يا اسطى السمان ده. انا ما بحبش حاجه فيهاش لحمه. ممكن ده بالنسبه لي اسمه حمام. منين دي بقى نحددها في الحلقات اللي راجعه بقوه ان شاء الله. شوف بقى افضل مشاوي واضرب مع سري بقى. اضرب مع سري. خلاص ما بقاش عندنا غير الكونتنت. عايزين انت بتعمل موسم واحد كل سنتين صح؟ يعني انت عارف الحاجات دي بتبقى حاجات. لا احنا دايما بنعملها في الصيف عشان دي حاجات كده فن عن صح. الناس. بس نعمل بقى الشيلات صديقي بقى. افضل شيلاتي. شيلاتي لعبت شيلاتي عزه وبلبن رجع والدنيا. لا كفايه بلبن ده يا اسطى. لا ده يا سيدي احنا هنصور يا سيدي في انت هنجيب كله يا عم. هنجيب كله. انت طلع مسمم اصلا يا جماعه. لا ما احنا مالناش دعوه بالاتهامات دي. لا ده مهاب اشرف. هسيب مهاب اشرف. هسيب اللينك بتاعه ساكن فين؟ اقول ساكن فين؟ الخمايل على طول في اكتوبر في منطقه الخمايل 16. اقول الدور الكام؟ واحيانا بيوصلوا احمد كمال لو عايزين تاخدوه معاه. بالظبط. عربيه احمد كمال لوحه 2 23. اقول الحروف. لا بلاش الحروف. خلاص كفايه فضحناه. افضحكوا والله ما بقاش بيهمني حاجه. حط رقم موبايلك على في الديسكربشن عادي يعني. بص يعني عادي يا معلم. الديسكربشن بص
ماسك الديسكريبشن ده ايه الوظيفه دي؟ ماسك الديسكربشن. يعني انا لما حد يسالني دلوقتي موظف مسؤول شغال إيه في الشركه اقول لهم مسؤول مسؤول الديسكريبشن. الديسكريبشن. مسؤول الديسكريبشن. والإعلانات. انت استاذ مسؤول خانه الوصف يعني؟ انا مسؤول خانه الوصف. بجد والله بس بحاسس هشيل اللينك بتاعك. خلي بالك. انت مسؤول خانه الوصف. خلي بالك. ده حاجه خلي جميله بالك جدا. اللينك يتشال فجاه اه وماشي. ده حاجه جميله وما انت جدا. فاكر ايه اضغط لما كان رقم. بيحط اللينك غلط امال ده انا بس معلش انت بس تعالى لي كده. ايوه ماشي. عشان أريد انت لحام. في منبي طالع كده. السد كان بيحط عمرو خالد عمرو خالد ده. لا 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 انت يا معلم. لا انت ايوه حطيت عمرو خالد الداعيه مش كواد يعني النهارده عندنا 3 حاجات. هوبا وزع الجمهور ليفربول والتتويج برشلونه باريس ماتشات نو نو نو. كل التحيه طبعا. كل التحيه. والله العظيم بنحبه جدا، ده حبا يعني مش طبعاً. اكتر والله العظيم. بس سيبك من اي حاجه بصراحه. الماتشات يا جدعان واحد لا بغض النظر بقى انت بتشجع ما بتشجعش ايه يا جدعان ده. بس إيه انا الحلاوة دي؟ نفسي اعرف رد فعل بما انه برشلونه رد فعلك. لا انا كنت بسيب يا ابني. هو كلمني بعد اول جونين قال لي هو في ايه؟ قلت له ما اعرفش. مش هي شباب بتروح. والله بطمن عليه بجد قال يعني. لي يا اسطى هو الماتش هيفتح كده. قلت له احنا بنروح في داهيه لان ما كانش عندي ثقه. يعني بنتكلم في الماتش هقول لك يعني انا اتنفضت مع كره رافينيا الثالثه التعادل أوكي. بالتحديد لان هي من بعيد وشوطه. دي انا كنت قمت من على دي الكنبه اللي بقى. رفرفتك. لا دي اللي ما خلت قدرتش. البشاميل بقى خلاص لا ساح بقى. هقاوم البشاميل ولايف يلا. لا هضمت هنا الاستاكوزا. هقاوم البشاميل نزلت هنا الاستاكوزا بس دي حرقتها لكن الباقي ما كانش لسه. لسه كانت لسه هنا. ده الطبق الاول. عايز العوده. اصل هو انت زي ما شفت الريل. ايه دي؟ الريل بتاع البشاميل الخميس. شفته شفت مكونات البشاميل عامله شفتها ازاي؟ طبعا. فدي بتحتاج انت عشان تنزلها تاخد اسبوع من اسبوع ونص. يلا الحمد لله الحمد لله. خدت بالك من الحلقه بتاعتنا في بيس كيك؟ جميله. ايوه يا شو. ايه الحلاوه دي يا شو. بجد شفت ايه البتاع الجمال ده. انت شفت احمد كمال وهو خضري؟ طبعا شفت. شفت بالله عليك عبد الغفور البرعي عامل ازاي؟ في الاول لما كان الحلقه بيسرق. حلوه. ده حلقه حلوه. حلقه حلوه. شوفوها يا جماعه دلوقتي بيس كتبوا كيك برضه. تنويه انه كان استاذ مروان مسلماني شكرك. انا ما اعرفش قاعد بضحك في الحلقه حسيت عايز اعيط فجاه دلوقتي. عموما هتلاقوا الحلقه في بيس كيك اتفرجوا عليها يا جماعه. كانت من الحلقات الحلوه. مش عايزين نحرق ايه اللي حصل وعشان لو لا حد ما اتفرج نحرقش شوية. ما نحرقش لان المافيوزو عارف نفسه. تيم ارزع كان عامل شغل محترم يعني. مافيوزو ايه عمره ما هيبقى سالك. خالص. واحد في بالي كده مافيوزو. نهائي. عمره ما هيبقى سالك لا في الحياه ولا في اللعب ولا في العلاقات الانسانيه. لا والله طيب غلبان. بس في اللعب احنا كده ما حرقناش. حرامي. احنا كده اكيد اتشافت بقى اسبوع يعني ما اكيد اتشاف. ماشي لا يا مش عمو. سالك والله بربع جنيه. كنت أكسب. لا وشفت خدت أنا مش بالك يا هتكلم. اسطى؟ انت شفت أنا مش الحلقه؟ هتكلم. خدت بالك انا مهاب وهو داخل بالمريله شبه الراجل اللي شبهه فشخ بتاع الفول. انا تيقنت بقى يعني. لا ده شبهه فشخ. يعني بالظبط مروان فعلا لو والله انتهى- بس في حاجات والله في الحلقه كانت حلوه قوي اتشالت. انا عرفت. عشان هما صارخ طبعا يعني. انت كنت قال لك طالع بتاع عشان- لبن. اه شايل خلاص. لحقوا الدنيا. بس يعني اديت الحمد لله الحمد لله قدر ولطف. مبروك يا عم جوسة. احنا الكلام خدنا والله. انت مش هتغني لي ولا ايه؟ يا صديقي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بطل. بوسوا زي بكر بيه واحمد السقا. مبروك يا سيدي. مبروك الدوري 20. الدوري ال20 انا مالي ده قدامك أهو. كتير عشان طب انا توصل. اسال سؤال يزيد لا ثانيه تيم معلش بلة. معلش يزيد قبل اي حاجه السبايل- معلش قبل اي حاجه معلش بس بعد اذنك معلش ممكن تدينا بقى واحده هفشخك واحد بعد انت قلت وعدتني بقى ان انت لا يا اسطى وأنا اللي افشخه بقول- دي- يلا لا افشخه دي يا اسطى لما يكون لسه في منافسه شغاله انت كسبت خلاص. لا قولها أنت. لا قولها أنت انت صغير. لا قول قولها أنت. معلش عايزها قول. بطريقتك لا، قول عايز أنت. طريقتك بطريقتي اللي واسلوبك أشوفها على النت. لا يلا يا مروان بقى يلا لا، يا يلا يا مروان يقولها تاني مع الارسنال ان هو ما هو يقول مش عارف يفشخ حد لا مش عارف يا بيه افشخهم كلهم واحد واحد. طالما الثلاثة الأقوى مني طالما- أنا أضعفهم طالما- أفشخهم واحد واحد.
شفت حتى التتويج كده ادي بس لنفسي خلاص في اخر الموسم. بس خلاص تخاريف عشان بنصور الصبح، اول مره نصور الصبح وبتاع. عندي طاقه وباور ويلا. ممكن بس كيف ده اللي كان كل شويه يقول محمد صبحي ما تقدرش. ممكن بس كلمه الصبح دي نقول للناس احنا الساعه كام دلوقتي؟ لا يعني الساعه 6:30. ايوه الساعه 7 الا تلت. طب في نور ده الصبح. ده الصبح الساعه 7 العصر. احنا بنصور 7 العصر. نهار داخلي. نهار 7 العصر. اصل الدنيا ما بتضلمش هنا زي المانيا، ما بتضلمش قبل 9. بقول لك ايه، انزل بالتتر. اهلا بكم يا رزيع في حلقه جديده من سلسله حلقات بودكاست رزع الجمهور. واتفرج على انت اول مره تيجي هنا ولا انا ليا طلب. ايه؟ استاذ محمد النني قرب يعتزل. وحيد يعني هو بيلعب في الامارات والله قرب يعتزل. وحياة ربنا وانا داخل النهارده قلت احنا يعني عايزين نغير، يعني دونا عن الرف ده والرف ده سايبين كل التيشيرتات وحاطين. لا وفي تيشيرتات ممضيه. طب ايه يا عم في ايه؟ ما اعرفش بقى، حبيت كابتن محمد النني يعني. يا عم انا قلت لك احنا مش بنكرهه بس يعني نجدد بقى. ايه ده كله حاطط اصله، يعني صلاح مضى كتير وكله حاطط مش لازم صلاح. الامضاءات كده رونالدو وميسي كله عنده، دي ما حدش عنده محمد النني ماضي عليها كده. انا فين رونالدو بتاعتي صحيح؟ رونالدو اديتها لك يا حبيبي. ما اديتهاليش يا حبيبي بجد؟ والله. فين انت طب نصبت عليا؟ عندي جوه إيه نصبت بتاعتي؟ وانت اخدت رونالدو وانا ما اخدتش رونالدو. سوري افتكرت والله حاجه ثانيه. اللي حازم بص لي فيهم صح. وانا اللي قايل لك ما تعملش فيها، انا اللي قايل لك وقايل لك تيشيرتات الجو انت اللي بتنسى. انت ما قلتليش انها جوه. انا البس تيشيرت رونالدو وانزل بيه الجيم اعمل السو على الجهاز. بس انا محتاج اوعى تتمزق تاني اوعى. صليب الرجل الثانيه. لا احنا دلوقتي على فكره انا باهل عشان عندنا بقى طلع. عشان الطلعه والله انا لسه الراي الطبي لسه. الراي الطبي قال لك انزل الملعب ولا لا لسه ما خدتش تصريح طبي. قالوا سالوني امتى على التريد ميل. قالوا لي امتى انت تفضل على التريد ميل تقعد تجري على التريد ميل. انا ممكن ما اشاركش على فكره. خد تعال لو دايره كده. لا الكوميديا في قطع الصليب هيبقى تحفه. خد بس حاسب لا تقع. تعال انا هحكي لكم يا جماعه الكواليس. طبعا بنحضر حاجه لاول مره هتشوفوها. هتشوفوا حاجات لاول مره تشاهدوها من تيم ارزع في الصيف. عاملين لكم بروجرام رائع ان شاء الله. اضرب في الساحل. والله انا قالوا لي كده امتى، قلت لهم محتاجين نص 5 على نص 5. قالوا لي لا ان شاء الله نبقى جاهزين. انزل مع ال21 الاول جري نفسك وبعد كده ايه. لا ده انا الحمد لله يعني جريت. نشوف الصليب بيشغله ولا فاكر. اهل عشان ده طلع مهم. صح. بس خلينا ناخد البطل الاول في اول طبعًا كلامنا عم جو. طبعا ما هو احساسك النهارده غني لنا بقى وعيش حياتك منطلق وقول اللي انت عايزه يا عم جو. بص انا ادي نفسي عايز اشوف لسه عايز اشوف الكاس بقى. الفوست الجمهور. هو انت ناقصك كام ماتش عدم المؤاخذه؟ ناقص 4. هتتوج في الاخير باذن الله قدام مين؟ بالاس. لا في السهل دي. السهل ده ولو مش في السهل يعني لو حصل ايه يعني. لا ما ينفعش تتوج في اخر مباراه وتخسر. تفرق معاك؟ افرق معايا ايه؟ لو خسرت اخر ماتش؟ لا ولا الهوا بجد؟ والله ولا خلاص يا باشا خد الدوري. خدت الدوري خلاص. بعدين حاجه حلوه كده انك تاخد دوري 82 نقطه دي. اللي هو انا وصلت ل 82 يعني الثاني عمال ينتع 4 وكان بيجيب بالتسعينات كان قرب يدخل طب جاب 82 تدخله تجاره واخد دوري انجليزي. اي حظوظ. بس عايز اقول لك على حاجه، هو لسه عنده اوبشن يوصل ل 94 نقطه لما يكسب الاربع ماتشات كلهم. عنده اوبشن ياخد 94 نقطه فيوصل ل 94 فيبقى اخد دوري حسم امتى؟ هو 82 بس دي تجيب جلطه. دي تجيب ذبحه دي طبعا. بس هو الف مبروك استاذ احمد، دوري مستحق وانتصار ودوري صعب. خلي بالك عشان بس الناس اللي لا بص بقى هنا بقى نتكلم بقى هنا بقى نتكلم لانه انت لم تجد المنافسه الشرسه. بس دوري صعب نظرا لرعونه الاخرين. انا مش يا استاذ عمر، انا مش مشكلتي ان انا معاكم بارس. بلاش انت يا اكبر برطمان. بلاش انت بقى. ده انا يا استاذ عمر انت فتحت في المخلل في البرطمان خالص. انا مش مشكلتي. انا مش مشكلتي ان اللي معايا كومبارسات.
اتفضل يا فندم. مش مشكلتي ان كل الفرق اللي معاك كومبارسات. طب احترم نفسك. لا انا راجل ببارك لك، راجل ما قلتش منك، اتكلمت في حلقه اوروبا بكل احترام على فريقك، احترم نفسك. ده غصب عنك، ما انا ده غصب عنك، وبعدين كلها تقعد تمشي، وبعدين بقى نقعد يعني احترموا نفسيكم. بص يا استاذ عمر، ارسنال اللي كانوا بيوهمونا ان ده منافس بتاعنا في الدوري، بيوهمونا وهم كده، في وهم كده كان شغال ان ده المنافس بتاعنا. انت بتتكلم بجد؟ ماشي، ما ركبش الدوري من اول الموسم، يعني ما طلعش اول من اول الموسم، عمره ما ركب الدوري، يعني من موسم من بدايه الواحد. هو ركب بس السنه اللي فاتت. لا ده السنه اللي فاتت بقى ان شاء الله ربنا يكرمه، بس من اول ماتش في الدوري لغايه اخر يوم ما ركبش الدوري. انت متخيل؟ ما طلعش اول مره، اللي هو بيقول لك بينافس. والله انت كسبت دوري سهل. طب قابل بقى، يلا خليه. لا مش سهل، والله السنه دي سهل. مش انت تفقت مني بقى سهل. والله اسهل دوري انجليزي تكسبوه. دوري صعب، والدوري ال20 بقى كلنا برطمانات. الدوري ال20 عبيط لوحدك كده. الدوري ال20 ده حته الدوري بقى عم لا ده تمام، دي قصه ثانيه، بس ده يطرح التساؤل يا استاذ احمد، واتمنى اسمع منه اجابتك. انت الان تتساوى مع ممثل مانشستر يونايتد ومدينه مانشستر استاذ مهاب اشرف في ال20 دوري انجليزي عبر التاريخ، اذا من هو كبير انجلترا؟ طب خليني احكي لك حاجات. انا معايا 6 تشامبيونز ليج، هو معاه كام؟ 3. يبقى انا ايه الدبل بتاعه؟ صحيح. قدامه قد ايه بقى عشان يوصل لل6 دي؟ يعني لو قلنا يعني 3 سنين يا باشا، 3 سنين ده ولا 30 سنه. اه ده ولا 30 سنه عشان يوصل ل6 تشامبيونز ليج زي دي. ماشي، طبعا انا مش عايز اتكلم 0 تشامبيونز ليج ويفضل 0. مش محتاج اتكلم يعني. ماشي، فدي حاجات اظن انها اتحسم. جاري نيفل اسطوره النادي بتاعتهم، واحد من اساطير النادي، قال لك الديبيت حسم خلاص. طيب انا معاك، الديبيت من ناحيه الدوريات وكده حسن، بس في نظريه لازم اخدها عشان نشعل القعده عم مهاب، ودي هتعجبك، خلي بالك. انا فاهم، اعتقد عندي التخمين ده هتقول ايه. تيجي نتحد؟ انا اعتقد اضربه ضربه. بص نتحد انا وجمهور. واخد بالك المافيوزو بيعمل ايه؟ يقعد يقول لك اتحد واتحد. لا بس انا تقريبا قاري هو هيقول ايه، اتفضل. عايز اتاكد يعني. بالمسمى الجديد للبريمير طب ماشي كمل. لا سيبه يكمل. المسمى الملقب بالبريمير ليج 13-2. 13 مانشستر يونايتد، 2 ليفربول. ممكن اتكلم انا عايز اسمع صوتك بقى. ده مش انا ويجيبني. طب ممكن اتكلم بقى. انا سيبني اكمل يا باشا، كمل. هو فاز بالدوري الانجليزي، مش المسمى الجديد للبريمير ليج، وهو الاقوى في العالم. اللي فات ده كان والله برضه وجهه نظر توتو وموتو، اي حد بيكسبه يابا. خلاص احمد وجهه ايش نظر. ليدز وايش بتاعه، اي حد جربه. هو نوتنجهام فورست معاهم دوري؟ نوتنجهام على بقى تلاقي فرق، فاهم؟ كان الكل بيلعب يا عم مهاب، لكن لما الايه اتقلبت وبقى الدوري الاقوى في العالم والدعايه وبقى بريمير ليج وفيه فلوس وفيه كله معاه توتو على كبوته، كان مانشستر وارسنال الكبار. انا عندي مانشستر سؤال، فلت وبقى ارسنال في السير عشان ذاكرتي ضعيفه. السير اليكس فيرجسون واخد كام دوري؟ 13. ما تحترم نفسك. طب ما انا هقول لك على حاجه، ارد بقى. ده ارني سلوت. ريال مدريد عنده 15 دوري ابطال، ايوه، منهم 5 اخدهم في سنه من الستينات، ومعاه 10 هل ده والخمسينات والستينات 10 من ثانيه بس. هل ده معناه ان ريال مدريد نلغي الدوريات الابطال بتاعته القديمه؟ نلغيها؟ انا اقول لك يعني نلغيها. الغي له 5 ومعاه 10 يا باشا نلغيها. في حاجه اسمها نلغيها. تاني واحد يبقى معاه كام؟ تاني واحد معاه 7 ولا 6؟ ميلان 7. هل ده معناه هو الاقوى برضه؟ اسالك سؤال تاني. هو الاقوى. اسالك سؤال تاني بقى كمان، يعني نكمل بقى. هو ريال مدريد نادي القرن، ليه؟ انت بتخاف ليه؟ طيب ايه مشاعر؟ انا بس بشعر عشان ايه يبقى فيها كده. ريال مدريد نادي القرن ليه؟ عشان كسب 10 من الجديد و5 من القديم. لا يا حبيبي، هو النادي القرن ده لغايه سنه 2000 على دوريات، على سنه 2000 ماشي. انت كجون شفت فريق بيتهوج كم مره؟ اقول لك مرتين. بص يا حبيبي، شفت مرتين في حياتك، مره وانت طفل ومره وانت انا في حياتي شفت هذا المهاب شاف مانشستر بتتوج 13 مره. يا عم مهاب لسه مشجع مانشستر الاسبوع اللي فات اصلا. شافه شفت باشا. شفت كتير. باشا هذا المهاب باشا، انا شفت في حياتي، انا شفت في حياتي مثلا 2 دوري ابطال اتفرجت عليهم في حياتي، شفتهم. اوكي، انت شفت كام دوري ابطال؟ وهو انا بتكلم على انجلترا. انا شفت كتير مع الاهلي. دلوقتي شفت كام دوري
دوري مع هل بقى حلو هل الاهلي انت ولا شفت ولا محلي ولا اوروبي يلا دوري؟ كل اللي شفتهم في حياتك 4 دوري افريقيا باوروبا كلهم يعني اللي انت حطيتهم كشو. لا حضرت كتير. كام دوري؟ 6. كام انت خدت كام واحد مع الزمالك وكام واحد مع بيبلع ليفربول؟ خدت 2000 2001 2001 2002 و2003 2004 2003 2004 وانت من بس 2000 بعد كده ما شمتهاش بقى. الالفينات كلها شافها. الالفينات كلها ايه يا اسطى؟ اول الالفينات كلها خليك دقيق لحد 2004. ايوه ماشي انتوا بعد كده ما شمتوهاش يا معلم. خدنا 2014 2004 طيب ادي 4 مش كتير يعني. يعني شفت لي حسبة مثلا 10 دوري يا عم. دول شافوا 13 دوري. مانشستر اللي انت بتقول عليه ده يا ابني بريمير ليج يا ابني مانشستر ده خلاص. جاري نيفل بقول لك جاري نيفل اسطوره النادي طلع الديبيت انتهى. هو يعني جاري نيفل ده يعني اللي اسطوره مانشستر يا ابني. اسطوره لا من اساطير مانشستر. من اساطير اصغر. بول سكولز طلع قال بول سكولز ولا ده مش اسطوره مانشستر ده كمان يعني. بول سكولز طلع اتكلم قال لك هو انجح فريق في انجلترا حاليا هو ليفربول. صراحه قال حاليا ولكن ليس عبر التاريخ. هو عبر التاريخ ما هو حاليا ده اللي هو عبر التاريخ. لا حاليا حاجه يا جو عبر التاريخ. سيبكوا والهزار طبعا ده كلام احنا بنتكلم فيه بس الحق يعني عشان يتقال. لا ليفربول بالتاكيد هو يعني حط نفسه تاني بصراحه. انا كنت بقول مانشستر هي الاعلى عشان الدوري كان فارق لكن ما دام تعادلوا اوروبيا كان هو بيتفوق تفوق عليه بفرق شاسع. فحق يتقال يعني. لا انت الوحيد اللي انت فارق عننا فيه ده اللي ناقص بس نجيبك فيه الاف اي. الاف اي كاب ده اللي ناقص. ودوري انفنسبل حد بس يعملها يعني. لا انسى صعبه دي. صعب. ده حتى باريس ما عرفش يعملها. باريس السنه دي في الوقت الحالي ده اعتقد ميسي مش هيعمل كده تاني. الف سلامه على عبد المنعم بالمناسبه يعني. خبر وحشه بصراحه. بس التتويج السنه دي كان حلو قوي احلى بقى يعني. المره اللي فاتت كانت سكيتي وكان شيك. لا في حركات اتكلمنا فيها كلنا الشياكه بتاعه الحوار. لا سيبك ارن سلوت لا هو بس في حاجات حصلت ده بقى اللي محتاجين نتكلم فيه. يعني ده حاجات كنا محتاجين يعني ما لحقناش نتكلم فيها يمكن في الحلقات عشان التتويج عدى. بس قعدنا نتفرج على الانترفيوز والكواليس اللي حصلت. وبالتاكيد زي ما بنشكر جدا في محمد صلاح ولكن لازم نتكلم على الجزء اللي فيه شويه سبايسز يا عمر وتصريحاته على كلوب او بالمقارنه مع سلوت. الراجل طلع واتكلم وقارن وكان كلامه فيها وضوح وما جاوبش بس هو الاجابه بتاعت انا بيلقح بشكل واضح ان هو مبسوط اكتر مع سلوت ان هو مرتاح اكتر ان فورمته افضل. واتكلم مش بس على كلوب يا جو ده عايز اسالك ماني وفيرمينيو وقال انا كنت عايز اكسب البطوله من غير سماهم ماني وفيرمينيو اللي هم الجيل القديم بتاعنا او الجيل اللي انا عايز اجيب جيل مع الجيل الجديد يعني بالظبط اللي هو بيسموه ليفربول 2.0 يعني اللي كلوب كان قال عليه كده يعني. من ناحيه صلاح انا بشوف ان هو على ارض الواقع بالتاكيد مع حق هو نجم الجيل القديم هو نجم الجيل الحالي فهو عنده تصريحات فيها نوعا من المنطق بالتاكيد. بس هو التصريحات دي صح ولا لا اصلا؟ فتعالوا بقى نتكلم في الموضوع ده. بص انا ما يعني انا فاهم صلاح جاي من حته اللي هو انا الاول بتاع تصريح كلوب وسلوت الاول. هو اكيد سلوت اكيد بالنسبه له مدرب مريحه اكتر من كلوب. وهو انت كنت بتشوف صلاح بيجري مع كلوب جري كتير. اللعيب برضه كلها بتجري مع خلي بالك اللعيب بيحب ان هو يرتاح طبعا. يعني انت النهارده بتحب انك تبقى مرتاح في الملعب وما عندنا رافينيا الحكم بيصفر من هنا بيقع لا ده امبارح وقع مات في الارض يعني. فالنهارده سلوت مديله حريه اللي هو ايه عايز ترجع تدافع مش مديلك ادوار دفاعيه كتير مخليك مركز في الهجوم اكتر. انت النجم بتاع الهجوم. خلي بالك برضو مرحله مختلفه عشان كده انا بقول ان المقارنه اصلا صعب. هو النجم فرق ما بين جوتا ودياز عن ماني وفيرمينيو فرق بعيد قوي. فهو صلاح نجم منور عنهم بفرق كبير فانا لازم ادي لك السكسي بتاعك يعني. مش بس كده خلي بالك هي مرحله نجوميه مختلفه طبعا ومرحله سن مختلفه ودي حد يعني برضو ايه لازم نتكلم فيها لان السن دلوقتي غير صلاح وهو صغير. يعني صلاح وهو صغير لا انت لازم ترجع طبعا يعني مش اوبشن. وكلوب انا مش بشوف ان هو كان بيغلط انه بيديله ادوار دفاعيه وده على فكره اللي نجحه. كلوب قال مره لو انت مش ميسي يبقى لازم ترجع تدافع صح. يعني الحاله الوحيده اللي انت ما مطلوبش منك انك تدافع ان انت تبقى ميسي. كان اوقات صلاح بيمر بفتره هو الافضل في العالم طبعا. حتى لو انت ليك ادوار دفاعيه المنظومه محتاجه منك كده يبقى انت تعمل ده. دلوقتي صلاح وهو في الثلاثينات صلاح وهو بيمر بسن في لعيبه تانية مع احترامنا ليها بتلعب في دوريات هي مش تنافسيه بالشكل ده فهو بيلعب في التوب ليفل. لا انا متفهم سلوت انه غير بس ده لا يعيب كلوب. بس هو بقى كمان سلوت خلي بالك
هو انت لما تسمع تصريحات اللعيبه كلها تتخيل ان هم بيهاجموا كلوب، هم بيشيدوا بسلوت، لان هو اللعيبه اغلبها بتتكلم في ايه؟ احنا مرتاحين في الاسلوب ده، لان اللعيبه كلها اصلا ما بقتش تجري الجري الكتير بتاع كلوب، ما بقيناش عمالين نجري ورا بعض. كلوب كانت الكوره سريعه قوي قوي قوي. لا ليفربول على فكره احد اسباب ان فان دايك السنه دي هو افضل مدافع في العالم هو سلوت، لان هو ريح فان دايك فكره ايه؟ احنا بدناش نلعب هاي لاين عالي قوي، ففان دايك مضطر انه يجري كتير قوي لان برضه سنه. ايوه بالظبط، ده ترانسفورميشن للشباب دي. فالراجل بدا يستخدم الحاجات اللي في ايده ويعرف ازاي يستخدمهم. فالنهارده انت بقيت بتشوف فان دايك احسن مدافع في العالم ليه؟ عشان الراجل بقى عامل له دور مظبطه عليه. انت ليه بتشوف النهارده ان صلاح احسن وينج في العالم ليه؟ عشان صلاح مديله دور ان انت مش عايزك تهاجم، مش عايزك تدافع كتير. في اوقات هترجع تدافع وفي اوقات هتنزل ترجع تدافع مع فرقتك، بس مش طول الوقت. كلوب كان معاه الدنيا مختلفه. وكمان بقى حته بقى ايه؟ ان انت دلوقتي بقيت بتسجل كتير وبتصنع كتير. نقول له الارقام ولا بص على الارقام؟ ما هو بص على الارقام، بس الناحيه الثانيه ما كانش ينفع يبص لها كده برضو، لان انت كان ماني وفيرمينيو الاثنين برضو متقسم عليهم الادوار ومتقسم عليهم عدد الاهداف. يعني حبنا لصلاح، لا ساديو ماني وفيرمينيو كان جزء اساسي من نجاح ليفربول طبعا. يعني الثلاثي ده هم الثلاثه بصراحه طبعا. كانوا ثلاثي يعني طبعا. ما نقدرش نقول في واحد فيهم هو النجم الاوحد. لا يعني بص صلاح كان فارق عنهم سنه بس كان فارق سنه يعني كان واخد مثلث مع بعض. طبعا. وفوقيهم يورجن كلوب. بالظبط. اكيد. شايف التصريحات دي ليها لازمه ولا كان ممكن يسكت؟ يعني كان ممكن يقول انا والله الارقام بتبين، مش لازم اوضح انا ده في الحديث اللي عمله يعني. والله بص انا بشوف انه يعني انت ممكن تسكت وعادي وخلاص وتشتري العيش والملح زي ما بيقولوا بالظبط. بس في الاول وفي الاخر عادي يعني صباح الفل، هي تصريحات مش هتسبب ازمه يعني. لو كلوب تتضايق لو مكان كلوب اتضايق من التصريحات ممكن. تضايقك ولا عادي؟ تضايق. خلي بالك صلاح شخصيته اتغيرت على مدار السنين. صلاح لما جه هو كان شخص خجول جدا، ما بيتكلمش كتير، لسه ما عملش. صلاح النهارده يا جماعه بتتكلموا ان ده راجل بيتحط عادي ان ده اعظم لاعب في تاريخ بريمير ليج. فلما في تصريحات روي كين نفسه لما وصل ان هو بقى روي كين كان بيطلع ان هو ممكن ينتقد السير أليكس فيرجسون. مش صح، مين قال انه صح؟ بس قصدي ايه؟ انا بقى عندي من القوه ومن الشخصيه والمكانه اللي تخليني اقدر اتكلم وانا مش خايف. عندي كارير، عندي تاريخ. يعني انت في لعيبه تانية ما عندهاش تاريخ، لما تلاقيك كده تقول له اجري يا ابو شخاله من هنا، انت مين يعني عشان تتكلم؟ فاهم؟ بس يعني احنا شايفين ده، يعني عارف اللي هو ايه، حاجه مش محتاجه تتقال يعني، مش لازم كنت بس مفهومه. العلاقه بس ايه الاستفاده ان انت تقول كده؟ هقول لك العلاقه بانت في الاخر في اخر فتره مع كلوب، بانت قوي ان في تاتش ما بين صلاح وما بين كلوب، بان ان في حاجه اتكلمنا احنا في ده بالظبط. وباين قوي ان في، هو حتى طلع السنه دي قال، فبيقولوا له انت بتكلم كلوب كتير، فقال لهم اقول لكم على مفاجاه، انا كلمت كلوب في الاربع شهور دول، كان في اول 4 شهور كلمته اكتر ما كلمته في ال7 سنين. فهم قالوا له يا بجد. فده يبين لك ان هم حتى ما كانوش على تواصل، اللي هو علاقه كانت يعني علاقه مدرب بلعيب. احنا ما في دايما احنا ساعات بنخلق قصص في دماغنا ممكن واحنا بنتفرج، فبنخلق قصص في دماغنا. يعني تتخيل ان ايه، صلاح وماني دول صحاب جدا، لا او صحاب جدا، ولا هم اصحاب ولا هم اعداء. بالظبط، هم عادي كو وركرز زي ما بيسموها بره كده. 2 صحاب، 2 مع بعض في التمرين، بننزل في ناس تتخيل يعني. الاداره غيرت مروان، خلي بالك. شفت هو من ساعه ما رجع لا شفت كو وركر دي كلمه كبيره، دي ما يقولهاش غير فعلا حد كان بريتش. كان اليوم بيفرق. هو قعد 5 ايام، ده قعد 8 ايام. 8 ايام كان. ده انت قفلت اسبوع. لا كل يوم كنت لا في الاداره قعد يوم. في الاداره قعد يوم. الانجليزيه بدون معلم. كان بيركب مترو لندن يوزعوا عليك كتيبات اللي هي الانجليزيه، علم الانجليزيه في 3 ساعات. بس هي دي الاحتكاك بالبشر بالظبط. صح وانه يتكلم كتير اللغه وبتاع الحاجات دي، ويمارس. اهم حاجه اللغه ممارسه زي السواقه. ياس يعني نول يعني لا كده، ترين يعني قطر، ترين يعني او يتمرن. استاذ مروان عندي تساؤل لو تسمح لي. اتفضل. تجربه الفاست فود الانجليزي ايه هي حكايه الفيش اند شيبس؟ لا الفيش اند شيبس مش ممكن
يعني هي ولا بشاميل الخميس؟ لا بشاميل الخميس يكسب اي يوم في الاسبوع مش خميس بس كده. يعني 4 يتاكل حد يتاكل لا عادي. عارف بشاميل الخميس ده لو في البارك بقى وانت قاعد في البارك اقسم بالله يا لهوي نجيب الملايه كده حديقة. ونفرش في البارك. ما هو دي كانت الصفحه الثانيه. اه بارك يعني حديقه. خلي بالك ممكن برضو بارك يهوهو. بارك يهوهو. ما بارك يعني يهوهو اوكي كده. لا مهاب ما يعرفش. على فكره انت اللغه عندك انا مش اللغه عندي قويه. نجيب له الكتيب. هات بقى الكتيب اللي انت انت خدته. محتاج بقى على فكره انت مش محتاج ابو 3 ساعات، هتحتاج ابو 6. ماشي يعني مهاب خلي الكو وركرز يساعدوك. ماشي. وممكن على فكره تحتاج معلم في اول ساعه. مش هتنفع معاك بدون معلم خالص. ماذا تقول؟ وات ار يو سينج؟ خدت ساتما بقى. بس خلي بالك عشان فاضل له تكه وهيشتم. ما انا احنا على الهوا. هتشمي على الهوا. عادي في مونتاج عادي. في مونتاج. بس اتفضل. طيب نقفل ملف ليفربول. خلاص بقى بطل الدوري كسب وخلاص مش عايزين وجع دماغ. اتكلمنا عليه كتير الحقيقه وهو في الاخر يستحق هو بطل الدوري بالتاكيد. كان نفسي بس ابقى في دوري الابطال فعلا. معلش الدنيا كان نفسي تديش فعلا. كل حاجه الدنيا مش محدش بيشبع. وده مثال ليه هو قالها لوحده. صح لوحده صح بصراحة. صح. بس السنه الجايه ان شاء الله ابقى موجود في كل حاجه. السنه الجايه السنه الجايه نتكلم شكلك بره التوب فور والله. ولا تخيل مش زيه. انا بقول احتمال. عملها العكس. احتمال زيه والله. لما اصل خرجنا السيتي من مش التوب هيسكت. فور. بص اصل السيتي مش هيسكت ودول داخلين بغباء في السوق الميركاتو. واحذر من اللاعب ده. بص في واحد سالوه قالوا له كانوا بيسالوا الناس كده عاملين زي بيسالوا الناس قاعده امتى حسيت ان الدوري خلاص قرب وبتاع ومش عارفه ايه فبيسالوا يعني. فواحد قال لك فالناس بتقول بقى نيوكاسل ماتش نيوكاسل اللي احنا رحناه سوا اللي هو انتوا تعادلتوا واحنا كسبنا نوتنجهام. ايوه في ناس قال لك لما ارسنال وقع قدام ويست هام مثلا قدام ويست هام بس واحنا هناك لما وصلنا ده قدام ويست هام بس. لا يعني في ناس بتقول لك من هنا حسيت ان خلاص الدوري بتاعنا يعني. ماشي. في واحد قال لك والله يعني من اول لما ارسنال بدا ينافسنا حسيت ان ده شخص لطيف برضه. ده شخص عسل. لا ومحترم. محترم. مش عشان انجليزي. طب كافي. محترم. نفتح ملف دوري الابطال وناخد مباراة الارسنال وباريس سان جيرمان في البداية. اللي اتطرقع في اول دقيقة زي ايه يا صاحبي اللي حصل لك؟ في ايه؟ انت خسرت على ارضك؟ انا اللي تعادلت. انا مش ما قفلتش يعني لو هناخد كده الصورة من بره لا لسه مفتوحة جدا يعني. وارد لا وارد كل بس هو وارد بس ياسين انا سايبك اهو بس ما تفتحش ذراعاتك. ما تعمليش انت كده من ورا. ما تقعدش تعمل لي ما تقفلنيش. عمل كده لما تلاقيني عندي شويه طاقه ما تقعدش تقفلني بالله. يا عم سيبه ده بيبقى ميم حلو. انا جيت عليك وانت في القاع كده ما يصح. ده احنا بنصور. ما تقعدش ده احنا بنصور في ليله بلباو. ده احنا بنصور في ليله بلباو. عشان بيفتح لك المايك. افتح افتح انا وانت تفتح ايه يعني؟ هتفتح ايه يعني؟ ده عامل زي ايه الرقاصه كده. هتفتح ايه؟ ورا الرقاصه يا راجل يا حقير يا حقير. على فكره بقى الطبالين قرع. الطبالين معظمهم قرع. ما تعمليش كده. طب دي حاجه كده ده على اساس ايه يا مهاب؟ المعطيات اخبار تقعد مع هرم كتير. ها انت بدات تقعد مع هرم كتير. اسمع بس باريس عندها معطيات بتودي للنتائج. عندها شغف انها تعمل حاجه. شغف ودول عندهم ايه بقى؟ ثلاث بتقعد ايه؟ عندهم ايه؟ تايفويد؟ اثبت منتصف العمر انا ولا عندي ايه؟ اثبت منتصف العمر قد ما انت يا معلم. انت مش في حالتك السيزون. انت مش راجل. انت جاي معاك كده. عايز يقول لك كده. وعايز يقول لك كده يعني. انت كنت هتبقى في حالتك. كنت هتبقى بالنسبه لي اقول لك مشروع ارسنال دوت مشروع محترم. لما كنت ده بتخبط في المشروع. مشروع محترم. او كنت لا مشروع محترم. على فكره بقى المشروع محترم وانت اللي مش محترم. لا مشروع محترم اكتر من مشاريع كتير قوي. ما تخليناش نتكلم. ده بيخبط فيه. لا والله انا بكلمك كوره. انت كده بتخبط فيه. انا واحد واصل نص النهائي فانا مشروع محترم غصب عن اي انت واصل. طب ما وصل نص النهائي هو كمان. وصل الكونفدراليه. الاوروبا وصل نص نهائي. الكونفدراليه. هنتقابل فاينل. انا بقى بتضايق والله العظيم. سيبك من الهزار. انا بتضايق من الناس اللي بتتكلم زي مهاب كده. لا يا جماعه انتوا بتتكلموا على اساس ايه؟ بس انتوا بتتكلموا على اساس ايه؟ انا بعد كل ده هيتقال لي ان ده مشروع فاشل واحنا ماشيين غلط. لا مش مشروع فاشل. لا انا ماشي كويس. لا مش فاشل. انا ماشي بشكل في بعض الاخطاء زي اي بروجكت. لكن طبعا طبعا نتكلم فيه بقى. وما خرجتش ولسه ولو حتى خرج بس عامل اللي عليه. عملت ماتش زي ده انا راضي. بوظت لنا يا عم الميم اللي كان هيطلع. كان سخنان وهيطلع ميمز وحاجات بعد الماتش
حرام عليك كبتني، حرام عليك حرام عليك يعني ليه؟ هتطلع تاني، ما هو طلعنا فاصل طلعنا فاصل. يلا نهدي الاستاذ انزل باعلانات يشرب العصير. كم عندنا كم اعلان يا ادهم النهارده في الحلقه؟ كم اعلان؟ ما بقاش فيه، ما فيش ولا اعلان. مفيش والله. كرتون طيب، اي حاجه طيب. انا عايز بس اتكلم على حاجه قبل ما نخش على الماتش. التيفو، شفت التيفو؟ شفته الكبير ده، شفت التيفو بتاعنا؟ مش فاكره. ما لحقتش اقول اللي هو ارسنال المدفع الكبير اللي نزل ده اول مره نعمل تيفو تقريبا في ملعب الامارات، يعني تحسه هاند ميد اصلا، نازل بحبال كده بتاع الالتيميت تيم. ايوه ايه العفانه دي صحيح؟ انا ما اعرفش، ده وحش قوي. انا فاكر كانت تشكر فيه. لا انا الموضوع ده وحش قوي يا اسطى والله. الموضوع ده ضايقني لدرجه اني دخلت شفت بتاع برشلونه بقى وهي مفروضه كده دوري الابطال. لا برشلونه بيعملوا تيفو على طول. ده بقى الفرق، وده على فكره الاداره عليها لوم، لان انا دخلت على الجروبات بتاعت ارسنال اللي هم بتوع الجمهور، عايز اعرف هم فكروا في ايه انهم يعملوا تيفو بالشكل ده ويجمعوا تبرعات ويبقى كده يحطوا المدفع في بتاع حمراء. يعني قعدت اقرا وقعدت ادور، لقيتهم كانوا مقدمين كذا تيفو، وفكره ان ارتيتا معاه التيم بتاعه اللي هو كذا دي بابيل وحاطينه ان هو البروفيسور وعاملين شكل رائع، ولكن الاداره قالت لك لا وده ضد مش عارف ايه، وانتوا كده بتعملوا ان انتوا حراميه، او ارتيتا ان هو حرامي عشان المسلسل، فقوانين قوانين قوانين بواخد بقت كده. جمهور باريس حاطينه ده، انا لما رحت الملعب شفت قلت لك ايه امبارح، حاطينهم في موقع افضل موقع في الاستاد، النادي الوحيد اللي بيخليهم على ارض الملعب. بس عايز اقول لك على حاجه. فاكر واحنا قاعدين لما كنا بناخد بيقول لك الضيوف المفروض يقعدوا فين وبتاع ومش عارف ايه. اظن ان ده المكان المخصص في ملاعب انجلترا بالذات. لا ليهم انت تعرف تضيقها، انت تعرف تضيقها. بس هم في ملعب انفيلد كانوا واخدين مكان كده، يعني في ملعب في انجلترا بياخدوا مكان عريض، هم بياخدوا 3000. هم المفروض اللي انا عارفه ان هم بياخدوا 3000 مشجع، فال3000 دول بيقعدوا في ستاند كامل وبيفصلوا ما بينهم شويه. لا وسمح لهم بالطبل وسمح لهم بدخول الاعلام وسمح لهم بكل حاجه. جمهور باريس سان جيرمان بس هو في كل الماتشات كده كان اقوى من صوت جماهير ارسنال. دي ادارات انجلترا هم ما بيردوش على فكره الجمهور الانجليزي يدخل بالحاجات دي. انت لو تلاحظ هتلاقي جمهور ليفربول ما بيخش بالحاجات دي حتى لو صوته عالي، بس الاجهزه والاكويبمنتس والطبل والشماريخ. جمهور باريس بس، جمهور باريس وبرشلونه شويه والريال مدريد. طب وليه ده بيحصل في ملعبي وانا هروح اتعرض لارهاب هناك بشكل انا عارف الملعب هيبقى كله احمر؟ يعني لا الدنيا هتبقى هناك بالشماريخ بتاعتهم. الجمهور فعلا الجاليات العربيه قوي جدا، منظمين جدا. لا هم جمهور قوي، جمهور باريس جمهور قوي اصلا من زمان يعني. وعندهم جاليه عربيه كبيره جدا. يعني انا بتفرج في علم تونس كان علم تونس كان في علم فلسطين مرفوع. انا بتكلم حتى الجاليات بتاعتهم قويه ومنظمين، فالجمهور بصراحه ادى ايدج، وده اللي عايز ابتدي بيه الماتش، لان هو ده اللي ادى لباريس سان جيرمان محمل. فانطلق يلا اتفضل. باريس سان جيرمان اول 10 دقائق في الماتش طبعا باستثناء الجون اللي في اول 3 دقائق، اول كمان يمكن ربع ساعه، لا انت بتلعب في ملعبهم وبتلعب خايف وبتلعب اكنك يعني بخبرات لعيبه غير خبرات. انا اتفاجئت بالبدايه. اقول لك على حاجه غريبه قوي، ارسنال تقريبا انا ما شفتوش في اول 10 دقائق واول ربع ساعه بيسيب الاستحواذ بالشكل ده. الاستحواذ وصل في اول 10 دقائق ربع ساعه بالظبط 78-22 لباريس. كارثه ما حصلتش في ارسنال نهائي طول الموسم ده. صح. فانا استغربت، بس يعني فعلا على الارض الواقع فرص باريس كانت اقوى. ماشي هنتكلم واحده واحده. يعني بس يعني انت خش انت اتكلم. بس انا بالنسبه لي لا باريس سان جيرمان بدا حلو وختم حلو جدا. يعني هو كان خطير جدا في النهايه وكان خطير جدا في البدايه، بس انا على مدار الماتش انا ما كنتش بعيد. يعني هو ليه افضليه، وان انا رايح فرنسا. انا لو بتكلمني مثلا في الماتش رايح لمين اكتر، اكيد لا رايح لباريس مثلا بنسبه 60%. بس انا عندي 40% بلعب عليهم. 40% دول مبنيين على ايه؟ على اللي شفته في الماتش، على ضياع الفرص. ان لو اي فرصه من دول كانت جت، انا مضيع انفرادتين ومضيع واحده في العرض ومضيع جون ما اتحسبش على شعرايه اوف سايد. فانا انا باريس سان جيرمان ما نزلش فرمني. يعني اقول لك على حاجه، ماتش ليفربول اللي كسبوه في فرنسا، لا باريس سان جيرمان كانت عامله ماتش على ليفربول 90 دقيقه ما شموش نفسهم. صح. انا كنت موجود ومع ذلك انت كسبت. فانا بتكلم بس ماتش العوده انا كنت افضل الشوط الثاني وزي ما كنت زيك وهو كسب بالظبط. فهي رايحه جايه. انا ممكن هناك على فكره اكسب، مش بعيد. ليفربول كسب، استون فيلا كسبوا ماتش من الاثنين في انجلترا وقدر ان هو يعمل ماتش وكان هيرجع في اخر دقيقه استون فيلا. صح. فالموضوع مش شايفه يا جماعه ان هو لا يعني انت اتقتلت. لا الماتش لسه فيه كتير. هو مش مستحيل، ولكنه هو في سنه صعوبه لعاملين. اولا شكل فرقه باريس
الفرقه دي يعني انا شايف الفرقه كويسه جدا، مطلع نار من بقها، والجمهور عامل الجمهور فعلا هيكون متعب عليك جدا. ليه افضليه اكيد، ليه افضليه، بس ليه افضليه وليه افضليه نتيجه. يعني هو عنده افضليتين، عنده افضليه نتيجه وعنده افضليه انه يلعب على ارضه. صح. وهو برضو خليني اقول لك انه انا لو تفتكر في الحلقه اللي فاتت قلت لك كده، هو كسر رهبة ملاعب انجلترا بفكرة ان هو لما راح لعب ارسنال السنة دي ولعب ضد ليفربول في انفيلد ولعب ضد استون فيلا في الفيلا بارك، فحس ان هو ايه تمام، يعني ما الدنيا مش صعبة، خلاص انا عرفت اتعامل. فدي اظن دي كانت ميزة عند باريس وهو بيلعب ارسنال السنة دي رايح ملعب، انا بقول لك ده ملعب صعب وملعب كان سخيف على فرق كتير، كان سخيف على برشلونه في اوقات كتيره جدا. ولو تفتكر السنه اللي فاتت اراوخو لما عمل الطرد بس كان ملعبكم، بس انتوا كنتوا عاملين ماتش كويس في ارضهم. قصدي ان باريس ما عندوش فكره السنه دي مثلا كسب استون فيلا هناك، كسب السيتي هناك. لا يعني فريق اكيد محترم وفريق جامد قوي، بس في حاجتين هيأثروا جدا. اولهم خروج ديمبلي او يمكن اصابه ديمبلي اللي حصلت في الاخر. هيلعب يعني الكلام اللي اتقال انه هيلعب، هنشوف. يعني لو اثرت طبعا هتبقى افضليه لارسنال اكيد. ورجوع توماس بارتي اللي كان فارق بقى في الحكايه كلها. يعني نص الملعب فاضي بصراحه بعدها موجود. توماس بارتي مع رايس لما قعد يزعق له في ماتش ريال مدريد، هو كان غبي انا رايس عرف احنا اتاثرنا قد ايه. يعني رايس قرا الموقف تماما، العصبيه اللي كان فيها. انا برضو لفت نظري اللي هو انت للدرجه دي للدرجه دي انت للدرجه دي بتفقد بارتي جدا جدا بشكل. الجون جه من مكان بارتي، صح. يعني ديمبلي الراجل اللي شايط ده مفيش حد ماسك معاه، هو بارتي كان موجود في الحتت دي، وعرفت قيمته وعرفت قد ايه الراجل ده اللي بيرتا شغال عليه. هو صح جدا ان هو تجديد لبارتي قبلهم، قبل ما همضي مع نص ملعب، قبل ما همضي مع زوباميندي زي ما الكلام كان رايح وان احنا هنخلص، اجدد لتوماس بارتي. وانت اصلا محتاجين زوباميندي في ايه بجد؟ سكواد ديبث مهم جدا. بس يا مروان محتاج تقفل اولا عندك غير المهاجم. الماتش ده بين لك ان عندك مشاكل كتير غير المهاجم. لا مارتينيلي ده ما ينفعش يلعب، ده سكواد بلاير يعني لا سكواد بلاير يعني ما يغورش، بس ده على الدكه، ده لعيب على الدكه. فانت النهارده ما يحل معاك ازمه، لكن دوري صعب يلعب ماتش معاك بديل ستيرلينج على الدكه اخره يعني. وانا شايف ان هو يا ريت نتخلص منه، يعني تلحق تبيعه وهو بقيمه. لو عرفت تبيعه بيعه، بس قصدي انت محتاج دلوقتي. الماتش ده كشف لك انك عندك مشاكل كبيره اهم بكتير من لعيبه نص الملعب. انت اولا ما عندكش بديل لساكا، وده اثر عليك السنه دي على مدار الموسم لما ساكا اتصاب. فانت ما عندكش بديل محترم لساكا، ما عندكش بديل، ما عندكش اصلا وينج شمال. يا جماعه لويس انريكي من كتر ما هو مش شايف مارتينيلي وعارف اشرف حكيمي نص ملعب، مطير اشرف حكيمي قدام، لان هو مش شايف ان مارتينيلي ده هيشكل خطوره. فانت النهارده الاولويه لو انت يعني بتقول لي مندش كان قاعد ورا، خدت بالك؟ اشرف حكيمي كان مش بيلعب في الدفاع عشان ساكا يروح، ده انت عبيط. ما هو ده اللي يقول لك بقى ان انت اولوياتك وانت داخل الماركت. يعني انت بتسالني النهارده انا معايا 200 مليون اصرفهم ازاي؟ باشا روح ادفع مهاجم ووينج وجدد لتوماس بارتي وبتاع، وانت كده تمام، انت فل شمعة. ليه بقى؟ تعالى بقى قيسها ليه. انت النهارده عندك لعيب في نص الملعب تقدر تستخدمه، بما ان لويس كيلي النهارده بقى راكب في ناحيه الشمال، تقدر تستخدم كالافيوري في نص الملعب. الواد بيعرف يلعب في نص الملعب. عايز افاجئك، تقدر تستخدم لويس كيلي في نص الملعب. ترجع كالافيوري باك. ما انا بقول لك يعني شفت لويس كيلي لما كان بينزل نص الملعب خطير. انا كمان لما قعدت اتفرج، الواد ده اصلا نص ملعب. يعني الواد ده جاي من الاكاديميه يبقى مش باك ليفت، هو عمره ما لعب باك ليفت في حياته، دي معلومه. هو طالع من تحت نص الملعب. هو طالع اصلا سي دي ام وبيلعبها دي طيب. كل الماتشات. انا بقى ليه رايح حرمي 60 مليون في زوباميندي على الفاضي؟ يعني بص، هو اكيد مش على الفاضي. لو غلطه السنه اللي فاتت تبقى كارثه. هو اكيد ده تامينا للاعيبتي، ده لو ما عملوش كده هيتحاسبوا. بس خلينا ما نسبقش الاحداث. يعني كمان عندك مارتن اوديجارد باين قوي ان في مشكله وان الراجل بعيد جدا عن مستواه. طب جيب له بديل. يعني انت النهارده نوانييري لا مش بديل، انا لازم كان نوانييري يشارك. يعني لو مش هتشاركه من اول الماتش وانت عارف ان اوديجارد مش من اول الماتش، اوديجارد اوف فورم بقاله فتره وحش يا سيدي. انا عارف ان اوديجارد بحكم الكابتن وبحكم ما يقدرش يخرجه من اول ماتش. نزل نوانييري في دقيقه 60 مثلا، اوديجارد كده غير. نوانييري سيب له فرصه، الراجل بينزل. وعلى فكره الراجل متضايق، يعني الراجل دخل في الدوري نزله برده متاخر، حط جون في اخر دقايق ما احتفلش، وبين قد ايه اللي هو انتوا ظلمتوني يا جماعه. انا كنت شايل الفريق ده من غير ساكا. يعني نجم ارسنال الاول هو نوانييري. ليه الغدر بنوانييري وليه انك تقرر انك تدفنه؟ يا عم انا عارف ان هو هيرجع وده طبيعي لان هو ولد صغير، وعجبني احتواء اللاعب اللي هو انت لسه مش نجم، مش عايز يحرقه، بس اديله بقى، يعني اديله فرصه شويه. انت شفت النهارده لامين يامال عنده 17 سنه خلاص ما بقاش فيه كده. شفت لويس كيلي زميله
متثبت على كالافيوري. ليه نوانيري ما بياخدش الفرصه، خصوصا انه اثبت نفسه؟ ده من الحاجات اللي ضايقتني في ارتيتا. صح، ادى حجم كبير جدا ورهبه كبيره جدا لباريس سان جيرمان في اول الماتش هو ولاعيبته، والتوتر كان باين جدا في ارتيتا ولاعيبته ان هو لا احنا الماتش تقيل قوي علينا. انت لما هديت ولما قدرت تلعب كورتك ولما احتويت فكره الجون اللي دخل فيك، لا كنت كويس. صح، كنت كويس ورحت وهاجمت وتقدر تكمل الماتش التاني لو نزلت بنفس الثقه واحتويت اول 10 دقايق ان هم بيبقوا جامدين فيها. وانت اتكلمت في نقطه البدايات بتاعت باريس سان جيرمان. عدي البدايات، ويمكن مش هنعمل حلقه تانية عقبال ما الماتش يجي فلازم نتكلم في العوده. صح، نعدي البدايات وانت قادر انك ترجع 1-0 مش بعيده خالص يعني. بالذات موضوع صعبة. موضوع كمان فرق اللي هو الجون بقى بيتحسب خارج الارض هو يعني فده ده مديك ادفانتج انت كارسنال يعني. انت مديك ومديك انت ادفانتج برضه في برشلونه يعني. فالفكره كلها بقى لو مش مدي ادفانتج احنا خرجنا خلاص. ما هي بقى الفكره كلها ارسنال تحس ان انا بقيت وانا قاعد بتفرج يا جماعه انتوا شايفين حاجه احنا مش شايفينها. انت عندك ثقه في مارتينيلي يعني، على الاقل اوديجر ده كان زي ما انت بتقول يتسحب بدري وينزل نوانيري. نوانيري على فكره بالمناسبه نوانيري كسر رقم لما نزل. نوانيري بقى اصغر لاعب في تاريخ واصغر لاعب اصلا انجليزي او لاعب بيلعب من البريمير ليج شارك في دوري الابطال. كسر الرقم لويس كيلي كان هو اللي كان اصغر لاعب. فدي حاجه من الحاجات برضو اللي فرقت مع يعني كانت هتفرق له حتى الواد يعني. المشكله اللي بتقابلك مفيش فريق خسر في السيمي فاينل وقدر ان هو يرجع في السيمي فاينل من موسم 95 كل حاجه وليها بدايه. ما انا بقول لك اياكس كان اخر فريق كسب خسر ورجع يعني، خسر جوه ملعبه ورجع. ليه بس؟ حصلت مع توتنهام واياكس، مش توتنهام واياكس. ما هي اياكس اياكس ده من كام ما هي اياكس 95 وتوتنهام وايكس دي المرتين يعني عملوها. توتنهام لو الفراخ دول عملوها يبقى احنا نقدر نعملها. بس عملها يعني الفكره عملها قصاد مين؟ اياكس كان برضه مرعب يعني. اياكس ساعتها كان جيل ذهبي، هو انضج جيل اياكس يعني. وبعدين عندك مشكله تانية ودي حاجه هقولها لك. ارتيتا في اخر 7 سيمي فاينل لعبهم ما كسبش ولا ماتش. هو لعب اصلا سيمي فاينل ايه يا جو؟ من اللي هي الكؤوس حتى اللي هي الكؤوس يعني ده مش، لا دي قصه ثانيه. انا قصدي ما عندوش خبره كاس طبعا يعني. ما عندوش، لسه بيتعلمها. ده فارق قوي عن الثلاثه اللي بيلعبوا معاه. صح، الثلاثه اللي بيلعبوا معاه واحد منهم وصل فاينل قبل كده، واحد منه كسب فاينل قبل كده، 2 كسبوا فاينل قبل كده، لويس انريكي وفليك، وواحد منهم وصل فاينل قبل كده صح اللي هو انزاجي. تحس ان انريكي، انا اسف انا حسيت ان انريكي في الماتش ده مدرس بيعلم ارتيتا، معلم اللي هو واقف بره. هو حتى لعيبته مش خايفه. فكره ان انت بتلعب في الامارات في اول 3 دقايق عمال تنقل الكوره بالشكل ده وعمال تجري لعيبه ارسنال ورا الكوره، ده مدرب حاطط. بس اسمح لي احمي ارتيتا، هو عالج الموقف يعني. صح. ما كانش ما هربش منه الماتش. لا لما لقى ان هو متاكل هو قدر يعالج، قدر يصمد، قدر يحاول، وكان قريب جدا ان هو ماشي. بس دي خبره. انت بتتكلم على خبره فرق كبير، وبتتكلم على سكواد. ما انا عشان كده بوريك التبديلات يا جو. ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه. بص النهارده هو منزل مين؟ منزل باركولا وراموس وزهير إمري. بص الليفل الثلاثه دول يلعبوا يا جماعه في اي فريق اساسي طبعا. بص انا منزل مين؟ نزل نوانيري في دقيقه 90 وبين وايت على تمبر عشان انذار. فشيء مش في فرق طبعا في فرق كبير في السكواد. بس هل انت قادر على العوده؟ عليه ضربه جزاء طبعا. ماله عليه ضربه جزاء بتاع كفاراتسخيليا. بص هو سطرها يعني. هو الموضوع مش يعني مش مستحيل، بس هو هيبقى صعب زي ما قلت لك. فكره الاحصائيات اللي بيقولها جو مش شرط ان هي تبقى دليل على حاجه، على قد ما هي الموضوع خبره يعني. موضوع لارتيتا خبره وهدوء. انا بس قلقان من ارتيتا فكره هو زي انت ما قلت الخوف والتوتر اللي حصل في ماتش الذهاب على ملعبك وسط جمهورك هتعالجه يعني. هتعمل ده ازاي في اول الربع تلت ساعه؟ هي اصعب حاجه عليك في الماتش ده كله في باريس. اول شوط كمان انت لو لبست جون في الدقيقه الاولى تاني او لبست جون في الشوط الاول، انا بقول لك الموضوع شبه اتحسن. يبقى الموضوع صعب جدا. صعب انك ترجع في الملعب ده مع اللعيبه دي ترجع ب3 اجوان. هيبقى الموضوع صعب، لكن قدرت تعدي فيها وهي ما زالت ستيل فيها. يعني انت بتشوفها هي انا متفق معاك ان هي 60-40، هي مش 50-50. لا اشوفها 60-40. بس ال 60 عليها شويه بونص في فكره الجمهور، في فكره المدير الفني والخبرات والكلام ده كله، وعمق التشكيله. يعني هو فعلا انريكي
يعني بيلاقي حلول، عايز يغير اي حد، هو عنده ناس على الدكه تلعب زي ما مروان قال لك اساسي في اي حته. ارسنال مفيش. هي الفكره كلها ان الماتش الجاي اظن ان ارسنال هيحاول ان هو اولا ما يستقبلش جون، ده اول حاجه، دي اول حاجه مهمه، وارسنال لازم يعدي على الاقل الشوط الاول ان هو ما يستقبلش جون. يعني مش ما ينفعش ينزل ما ينفعش ينزل يدور انا عايز اجيب جون بسرعه يلا، لانك باريس هيزعلك لو عمل زي ماتش ريال مدريد. لان احنا كنا دايما بنقول لو ريال مدريد جاب جون في الشوط الاولاني وهو خسران 3 بالظبط كده كان ممكن سهل انه يرجع، سهل انه فما بالك بقى وانت اصلا ما انا عشان كده بقول لك انت مطالب تنزل قدام ارسنال اولا لو قدام باريس سوري، انك مطالب اولا ان هترجع ميرينو يبقى مهاجم وهترجع توماس بارتي. دي تفرق معايا جدا. لان شفت النهارده تروسارد غير يعني انت بتتكلم بتبني سكواد يا جو على واحد تارجت مان بيستلم بيجيب اللونج بول بيبتدي يعمل الشغل ده كله عشان يريح لساكا ومارتينيلي، حطيت له تروسارد صح، بروفايل مختلف، بروفايل مهاري، بروفايل اقصر، بروفايل عايز على الارض، عايز يلعب قصه ثانيه خالص. فاللعيبه مش سهل تتاقلم على ان انا بلعب مع مورينو وهو خلاص بقى الراجل بتاعي وخلاص اتثبت عليه، فجاه بغير مش واحد اقل في المستوى، واحد بروفايل تاني عايز يلعب بقى بستايل مختلف، ده كله يدمر. ما عشان كده بقول ان الماتش التاني مطالب ان ميرينو يرجع تاني في نفس مكانه، مطالب ان ايوه طبعا، ورايس هيرجع 8 ما يرجعش 6. رايس افتقدت الدور يمكن، ورايس خلي بالك هو مربع، رايس بيريح بارتي يريح رايس يريح اوديجارد، الثلاثه بيشتغلوا في الكومباينيشن ده كلهم. قال اوديجارد بقى لوحده في الحته الهجوميه دي، رايس ما بقاش عارف يهاجم، بقى معتمد ان هو اللي هيشيل ورا، مورينو بطيء جدا في نص الملعب وبقاله كتير جدا ما لعبش الحته دي. الماتش الوحيد اللي انت اتكلمت عليه الدوري اللي هو كان بيجربه، فهو يا دوبك لعب ماتش، فعمال تغير له. مورينو ده ما عندوش برضو العجينه بتاعت اللعيب اللي يلعب لك مهاجم ماتش ونص ملعب ماتش ويغير. اهم حاجه ان ارسنال ما يندفعش حتى لو استقبل جون. شوف بقى كمان انا واصل بقى معاك ليه. لا انت اندفعت خلاص. لا يعني قصدي حتى لو استقبلت جون، يعني حتى لو النتيجه بقت 1-0 لباريس وانت متاخر بهدفين ما ينفعش تفتح في الاخر. لازم تبتدي، لان انت ارسنال هيلعب على لعبه الكره الثابته. انا هحاول اجيب كره ثابته، فالكره الثابته ممكن اعمل منها خطوره، الضربات الركنيه ممكن اعمل منها خطوره، فدي الحاجات اللي ممكن تقربني للجون، وساعتها ممكن اوصل جايز نروح بقى اكسترا تايم، نروح ضربات جزاء، دي كلها حاجات ساعتها هيبقى اسمك ايه، وصلت لغايه هناك، انت خلاص بتدي لنفسك امل. بس ارسنال محتاج انه يطول الماتش على باريس، لان باريس في الشوط الاول بالذات في ملعبه بيبقى فريق شرس بشكل مرعب جدا. اول ثلث ساعه دي مرعبه. اول شوط كمان، مش هقول لك اول ثلث ساعه، انت لو تفتكر ماتش قدام ليفربول اول شوط ليفربول مش شايف، بس بيجي يتعب تماما. ايوه ما هي بقى عشان كده بقول لك ايه، انت لازم اول داس عليه الشوط انت لازم اول شوط تمتصه، اللي هو ايه. على فكره الاثنين اللي عندهم نفس الحركه دي باريس وبرشلونه. انتوا كمان بتتعبوا جدا. لازم اول شوط تمتصه. هو ريسك، انا عايز اجيب اكتر عدد اهداف بالزبط. وانا مندفع عشان اخوف. خلي بالك هو انت بتتعب كمان نظرا ان دي الامطار الاخيره في الموسم طبعا. يعني انت في الاول ما كنتش بتتعب ده، انت مع كميه الماتشات وكميه الضغط وكمان المنافسه على البطولات، فانت بتيجي في الاخر بعدين ارجع لدقيقه تسجيل باريس، هتلاقي ان باريس بيسجل في اول ربع ساعه. يعني هو سجل قدام استون فيلا في اول ربع ساعه، هو سجل قدام ليفربول في اول ربع ساعه، وسجل قدام ارسنال في اول فانت هو دايما بيلعب على فكره ايه، انا عايز اسجل بدري، يبقى معايا اليد العليا بدري، ساعتها بعد كده بقى نشوف بقى هنعمل ايه، البس بقى جون مش مشكله، لان انا ساعتها انا اسف يعني ارسنال يا عم جاب فيا جون وانا 1-1 بقت النتيجه 1-1 تمام مفيش مشكله. هو بيلعب وعنده كمان بقى فكره الريزيرف بتوعه جاهزين، انا اقدر اغير وانزل ولاعب، عنده بيعرف يغير الماتش باللعيبه. بس هو لازم عشان ندي باريس حقهم بقى، لويس انريكي عمل ماتش كبير قوي قوي قوي، لعيبته جامدين جدا يا جماعه. كفاراتسخيليا ده لعيب لعيب شارع، لعيب بيلعب شارع، بيلعب واحد بيلعب في الشارع، اللي هو عارف انت الكره الشراب ده بيلعب كره، وتمبر قاعد يضرب في ضرب سد. بس هو كان يعني تمبر بعد ضربه الجزاء وعايز اقول لك حقها، تمبر كان لازم ياخد انذار من بدري قوي، من بدري قوي، فهو هرب من الانذار. ماشي. فتمبر كفاراتسخيليا هايل، ديمبيلي بيرجع نفسه بعد ما الناس كانت قاعده تقول بقى له 5 6 7 ماتشات ما بيسجلش، ديمبيلي مش عارف ايه، ديمبيلي قلب الماتش. انا عايز اسالكوا سؤال بموضوع ديمبيلي ده واتكلمت معاك فيه، هو انتوا ليه مستبعدين ديمبيلي من موضوع البالون دور؟ انا مش مستبعده، موجود بقوه، لانه فرنساوي كمان. فكره خلي بالك البالون دور بتبقى مهمه قوي، عند البالون دور دي بتاعت فرنسا ماشي، اوكي، ففكره ان لاعب فرنساوي مش فرنساوي بس، انت كمان عندك دوري
عنده كاس، عنده تشامبيونز ليج لو كسبه، عنده النيشنز. هو خد الكاس ولا لسه؟ عنده لسه فرنسا، بس قصدي يعني مرشح ان هو يفوز بثلاثيه اوروبيه اكيد. بلس عنده فرنسا بتلعب في السيمي فاينل في النيشنز ليج، ودي بطوله هتاثر. عنده كاس عالم الانديه، باريس سان جيرمان مشارك، وعنده فرصه قريب جدا من مثلا اول 3 فرق ان هو يفوز بالبطوله. انا مش مستبعده خالص. فلو كسب البطولات دي انت مجمع، هيكسب كاس عالم الانديه والثلاثيه ونيشنز ليج، هيبقى عنده فرصه كبيره جدا ان هو يفوز بالبالون دور. بص، الحاله الوحيده ان البالون دور تخرج بره اللي كسب دوري الابطال، اظن ان هي لو راحت ما بين انتر وما بين ارسنال، دي حاله هتبقى ان ساعتها ممكن نبص بقى مين بره. بس شايف ان باريس لو خدت الدوري الابطال ديمبلي مرشح بقوه، حتى لو ما كسبش النيشنز ليج او كاس العالم للانديه، مرشح بقوه. البطولتين دول مش علاقه، هو هيبقى مرشح بس هتبقى يعني، بس البطولتين دول هيدوا له ايدج على اي حد طبعا لو كسبهم. هي بالنسبه لي تبقى هزلت يعني، وارقامه عاليه جدا يعني، ارقام اسيستات. حط في دماغك كمان انه فرنساوي، حط في دماغك قوي انه فرنساوي، لو هتبقى هزلت. هي هزلت فعلا يعني. عثمان ديمبلي ياخد بالون دور، تخيل انت يعني ده انا معديها لرافينيا بالعافيه. يعني انا رافينيا على اللي بيقدمه الموسم ده معديها له بالعافيه، مع ان رافينيا من كمستوى الموسم اللي فات مفيش. ماشي، انت بتتكلم عن الموسم ده، بس انت عايز اقول لك بقى، ما هو انت كده انت في ناس كتير هتتحط يعني. انت هتحط رافينيا يبقى محطوط معاك في الحسبه. انا الناس بتتكلم على رافينيا في برشلونه اكتر من لامين يامال. طب ليه لامين يامال حاجه عبثيه؟ ليه لامين يامال ما يرشحش؟ هنيجي للخناقه. ليه لامين يامال ما يرشحش؟ واعتقد اسبانيا برضو سيمي فاينال نيشنز ليج وكسبانين. فماذا لو اللي انت بتقوله ده مشي على لامين يامال، صح. هل هو برضو مرشح، ولا يقول لك لا اصل سنه صغير فمش دلوقتي فنستنى؟ ده برضو ده تساؤل مهم. ديمبلي طبعا لو دخل في الحسبه ما هتأثر، هتعمل ايه؟ ومحمد صلاح موجود في الحسبه، ومحمد صلاح هيبقى موجود، بس هي الخازوق هيبقى في الاسماء دي الاول. بس ممكن يطلع حتى في اول 3. انا بقول لك هو صلاح عنده فرصه رهيبه جدا. لو انتر او ارسنال وصلوا، صلاح هيبقى مرشح بشكل قوي جدا. لو انتر او ارسنال وصلوا، او انتر كسب الشامبيونز ليج. ثانيه واحده بس، الانتر برضه اللي انت بتتكلم عليه عنده تشامبيونز ليج، عنده دوري، بس هو عنده كاس عالم للانديه، بس ما عندوش لعيب بارز تقول ان هو ده اللي ياخد البالون دور. بقى النهارده لو لقيت الانتر فايز بكل البطولات، ليه ما بصش عليه؟ مين اللعيب البارز؟ ايوه مين اللعيب الفلته في الفرقه؟ هم مش ما عندهمش لعيب فلته، هم منظومه يعني منظومه كامله. مين اللعيب الفلته في الفرقه؟ والله ياخدها انزاجي المدرب. والله ياخدها انزاجي المدرب. والله لو ينفع يعني ترام ما يترشحش برضه يعني يا حاج. لا ولا لوتارو ولا باريلا. بس لو فريق فايز بكل البطولات ما تفكرش ولا لوتارو، ما هو مش كسبان كل البطولات، هو خسر الكاس وفي الغالب يخسر الدوري، وفي الغالب الدوري برضه شكله كده. انا بقول لك لو كان كسب، ما انا بقول لك فانت ما عندوش، ما فيش لعيب كمان بارز تقول ايه هو ده اللي يعني. ليفربول فيها صلاح، عنده نجم ماشي. برشلونه يمكن الموضوع كومبليكيتد شويه يعني، الموضوع معقد شويه. بس باريس في ديمبيلي، حتى لو كفاراتسخيليا جامد قوي، حتى لو ديزيريدو جامد قوي، حتى ديمبيلي هو النجم. ديمبيلي هو اللي واخد السبوت على فكره بارقامه باسيستاته هو الاعلى يعني. بالظبط هي دي الفكره. فانت النهارده لما تيجي تبص، لا في هنا نجم وهنا في نجمين 3، وفي ليفربول في واحد هو اللي شايل الفرقه، وبيتكلم الناس بتتكلم ان هو ده اللي جاب الدوري اصلا لوحده بدراعه. فدي الحاجات اللي عشان كده الناس بتقول ايه، صعب انك تاخد حد من انتر. ماشي، عندنا حاجه تانية في ماتش ارسنال باريس ولا نخش على الواد؟ بص برضو الاخير الواد ديزيريدو ده جامد قوي يا جماعه كلهم. احذروا لما يعمل كده وهيعزم كروسون مش ممكن. وبصراحه رايا ليه دور كبير جدا. رايا شال واحده. ولا وفي الماتش اللي قبله في مدريد يعني رايا لا قبل الشوط الاولاني لما شالها على الارض دوي حط له واحده عكسيه كده وقام مطلعها. مش ممكن برضه، مش ممكن بصراحه. طيب نخش عليك يا حلو. موقعة الانتر وبرشلونه، خلونا نسقف سقفه لكره القدم. اقسم بالله تحيا كرة القدم يا اخي. بص هو بيقول لك انا مش فريق كنت عايز اكسب. انا عارف ملعون ابو كرة القدم. بعيدا عن جمهور الانتر وبرشلونة، جمهور كرة القدم تمتع متعة غير طبيعية من مباراة سيمي فاينل. هل دي من واحدة من اقوى الماتشات اللي شفتوها في السيمي فاينلز؟ طبعا. كرة القدم وتحية لبرشلونة. هو يامر اللعب ولا ايه؟ تحية لبرشلونة. تحية لبرشلونة. لا وللانتر بصراحة يعني انا عارف جمهور برشلونة بس الانتر يستحق برضه. طبعا. الاثنين يا جماعة، الاثنين بصراحة عملوا ملحمة. مدربين، لعيبة، جمهور، استاد، معلق، كل حاجة كانت لا ده انا احط رجل على رجل بقى. لا بصراحة
كيفنا كيفك انا متكيف على كيف كيوفك كيف كيوفك ده خالص. تعالوا نمسك بس قبل الماتش. انا اسف، ماتشات السيمي فاينل اللي عدت عليا بالشكل ده انتوا تفتكروا ايه من يعني من الحلويات اللي في كره القدم عدت عليا بصراحه على مدار مثلا اخر 10 سنين؟ ماتش توتنهام واياكس واحد منهم اللي لسه متكلمين عليه. كانش فيه برضه، ما كانش فيه ند يعني. في ماتشات ايقونيه في السيمي فاينل. لا في بس ما فيش كمان بس لا بس ما فيش اللي هو رايح جاي. انا بتكلم على ده يعني في ماتشات ايقونيه طبعا. بس ريمونتادا برشلونه على باريس دي ما ده سيمي فاينل. لا ده كان دور 8. كان دور 8. لا انا بكلمك سيمي فاينل. ماتش بالقوه سيمي فاينل بتاع السيمي فاينل ليفربول برشلونه طبعا. ده كان يعني ليفربول برشلونه رايح جاي الاثنين ماتشين. احنا بقى رياكشنين باريس ارسنال برشلونه انتر دول ما يتفوتوش في العوده اكيد. وانت بقى لك فتره بتكسب هنا. لما بص قعدت في البيت عديت فليك ماشي مع الكنبه دي حلو. صدقني تعمل رياكشن انتر. شافي اللي مش كانش مش تعمل رياكشن برشلونه انتر. هرم جايب تيشيرت الانتر. هات هرم. نجيب الدوك. انا عايز هرم. هرم يا جماعه. الجمهور الانتر ما يلاش. لا مش عايز الدوك بيضرب. ايده تقيله فشخ. انت حضرت ماتش الانتر يا برشلونه؟ واحد نازل كده. ليه طيب؟ ليه كده دوك؟ طيب اكلني واحده. يلا الحمد لله. الاجمالي بتاع الماتش يا عمر، انت في الاخر خارج مرضي باللي حصل؟ كونك تتاخر ب2 وبعد كده تتاخر ثالث، فانت عملت 2 ريمونتادا. الماتش كان صعب جدا. الانتر من الفرق اللي لو جابت فيك جون صعب انك ترجع. هم جابوا فيك 1 و2 ورجعت، وجابوا فيك الثالث ورجعت. شايف التجربه على بعض عامله ازاي؟ يعني احساسك ايه؟ بص، هو الاحساس ميكس ما بين ان انا يعني مبسوط ان انا ما خسرتش، ان الماتش ما هربش، وبين ان انا متضايق ان انا ليه ما كسبتش. مع ان انا كان ممكن اكسب عادي جدا يعني. وهو كان ممكن يكسب بس انا لا، انا كان فرصي في الفوز بشوف هو كان عنده فرص في الفوز، بس انا فرصي في الفوز كانت اكبر، خاصه بعد بالذات في الشوط الاول. يعني بالذات في الشوط الاول حتى واحنا متاخرين 2 كان الوضع مختلف. بس خليني اقول لك هو الاحساس كان عامل ازاي، لان انا كنت في مرحلتين. كذا مرحله في الماتش. مرحله ما بين ان انت دخل فيك جون في اول دقيقه، احنا بسم الله الرحمن الرحيم بنسنتر، يلا الكره راحت مردوده جون. كابتن مدحت شلبي السلام عليكم. والهدف الاول رضا شحاته. تبقى خضه. فانا اللي هو طب اولا اول سؤال جه في دماغي، ليه بدري؟ ليه البس جون بدري؟ وليه هلبس جون بدري قدام الانتر وانا عارف اللي هيحصل؟ وهتفتح ولا لا؟ وهتفتح ولا لا؟ خاصه ان احنا بقى برشلونه السنه دي مع هانز فليك عموما، سيبك من ان احنا بنطلع نار من بقنا والكلام، خلاص عارفين الدباجه دي كلها وحافظينها والتطور اللعيبه وي احنا احيانا بنلبس اجوان كتيره جدا في اول 10 دقايق ربع ساعه. وفي الماتش كله بنفيكا في الاول، احنا في الاول دي لا، احنا اللي هو لسه مش راكبين على الدنيا، دايما نلبس اجوان في الاول. طيب لبست جون في الاول، انا شفت المشهد، انتر كلها راحت راجعه ورا، عرفت بقى احنا داخلين على ايه. الفرقه كلها هتدافع، الفرقه كلها هتقفل، لو طاروا بترام نازلين لحد بعد نص الملعب بشويه، وهنلعب على هجمات مرتده. سطرت ومشيت الدنيا، وانت كنت مسيطر كويس جدا وكنت بتحاول والكلام ده كله. ضربه ركنيه، كوره ثابته، تفهمش ايه اللي حصل، دومفريز بيشقلب بيحطها. ماتش العمر لدومفريز طبعا، هو خارج مان اوف ذا ماتش يعني. جونين واسيست. لا وعامل ماتش بغض النظر، وعمل ماتش حلو طبعا، عبقري يعني. خلاص انا بقى هنا جت 2-0. انا لحظتها بعد انت ما كلمتني انا قفلت، انا فقدت الثقه طبعا. يعني انا في الدقيقه دي بعد الجون الثاني بعد اول ثلث ساعه انا فقدت الثقه. لو جيت قلت لي عندك ثقه بربع جنيه ان انت الفرقه هترجع تتعادل في الشوط الاولاني، اقول لك استحاله. حتى افتكر انت قلت لي ايه؟ قلت لي ربنا يستر ما تفتحش. انا توقعت ان هي هتزيد ل3 وممكن تزيد ل4. تقول لي بس المنظومه مختلفه وهانز فليك مختلف وانتوا كنتوا بترجعوا، بس ده قدام سيلتا فيجو، قدام بروسيا، قدام بنفيكا، وكانت الدنيا لسه قريبه، لكن وكل ده كان على ارضهم. يعني كان الكلام يعني سيلتا فيجو على ارضي قشطه، فالدنيا ملمومه، بس الفرق نوعا ما مش انتر. بس هو فليك ما بيعتمدش برضه يعني يعني فليك ماشي بنفس الاسلوب يعني بس هو ماشي بنفس الاسلوب. انت بتتكلم في اختبار طبعا. بص، قبل الماتش ده ما يحصل الناس كلها بتقول لك ايه، طريقه لعبك دي والسيستم بتاعك انتر هيطرقعك، انتر هيعبيك، انتر هيعمل. خلاصه الموضوع في الاخر انا خارج متعادل على ملعبي، ودي مش حاجه كويسه لان كنت اتمنى ان انا اكسب على ملعبي، بس في الاخر زي ما بقول لك ما كانش عندي ثقه.
فكون انك ترجع بلامين يامال الجون الاولاني ده هو اللي فتح الجون الاولاني بالتوقيت ده. بتتكلم على حاجه فنفصص بقى. قول عايز تفصص. لا يعني قول وانا هنتكلم بقى مثلا في قصه جون لامين يامال مثلا واللاعب يعني نفسه يا جماعه، لان ده لازم نوقف له وقفه بصراحه. لامين يامال انا في الماتش ده نوقف له يعني لا واللي عمر بيقول عليه ده هو اللي لامين يامال كان عكسه وفي سنه في 17 سنه هو اللي آمن وهو اللي حس وهو اللي قال لا احنا ما فيهاش ما ماتتش يعني، وقدر يخلق المعجزه في الماتش. انا اسف مش هو اللي آمن بس، ده هي اللعيبه كلها مأمنه بلامين يامال. عارف يا مروان يعني الفرق ما بين برشلونه السنه دي مع هانز فليك وبرشلونه مع تشافي السنه اللي فاتت ايه؟ الماتش ده بالسيستم ده بنفس السيناريو بتاعه لو تشافي هو اللي بيدرب برشلونه احنا هنشيل 5. مش عشان تشافي وحش او عشان تشافي فنيا ضعيف، لا عشان الشخصيه. تشافي اولا هيتوتر، هيتعصب على الحكم، هنكسر الملعب، هنخبط اي حد باي حاجه في دماغه، ده هيتصدر للعيبه، هنشيل جونين كمان في الشوط الاولاني. فليك بارد جدا. فليك يا باشا انت اولا الشخصيه بتاعت الفرقه مختلفه. انا خسران 1 عادي هرجع، خسران 2 عادي هرجع، خسران 3 عادي هرجع. وده بان في احتفال لامين يامال، ده بان في احتفال لامين يامال بعد الجون الاولاني. عشان كده بقول لك انه توقيت الجون الاولاني بحل فردي كمان، لانه خلي بالك هو لامين يامال عمل ايه؟ كان عليه ترام اول اصلا في الكوره، هو ضرب ترام ولف بيه وخده، ترام ما فكرش اصلا يرجع تاني عليه، راح لامم مختريانه على مش عارف مين حطها بطريقه اصلا مش فاكر كنت قريت ايه ولا مين كان بيتكلم ان اصلا نسبه تسجيل الهدف دي بالطريقه ده 4%. اعجاز انه يحطها بالسيستم ده كمان يعني. الجون ده ادى لبرشلونه جرأه للعيبه كلها، جرأه اللي هو صح. احنا راكبينهم، هم كسبانين 2 يا ابني وهم كسبانين 2 احنا دايسين عليهم. واللي هو ادى كمان هبوط في معنويات انتر، اللي هو طب احنا قافلين صح وعاملين كل حاجه صح، لا وعاملين كل حاجه صح وجايبين جونين والفرقه ماشيه كويس وبتاع، يجي واحد خروقه يقوم جاي عامل حاجه خارقه كده، هو لملم 3 وراح حاططها في البعيد. ما هو لان اللعيبه ده كسر لعيبه انتر نفسيا، اللي هو حس ان مهما كان احنا واثقين في السيستم اللي انزاجي حاطته لنا، ومهما كان عندنا ثقه مؤمنين بالسيستم ده، فالسيستم ده في لعيب جه قدر ان هو يكسره، فده معناه ان هو ممكن يتكسر تاني وتالت. فاحنا مهما مؤمنين بالسيستم بتاع انزاجي ده، الراجل قال. وعلى فكره انزاجي نفسه اتكلم قال ايه؟ قال اللي حصل ده احنا بنلعب صح، بس اللي حصل ان في حاجه اعجازيه حصلت في لعيب عمل. هو ده الفارق بقى، هو ده الفرق، انك يبقى عندك كواليتي تطلعك في مأزق يعني. والناس اتضايقت مننا لما قارناه ببدايه ميسي. يا جماعه بدايته مرعبه، بدايه على فكره الاثنين كبدايات 17 سنه يعني. انا عارف ان الجمله دي ممكن تقوم دراويش ميسي عليا، أنا بس قلت وعلقوا تعليقات غير عاديه. بدايات لامين يامال اقوى من بدايات ميسي بكتير. بص خلينا هجمل لك الجمله في السن ده، هجمل لك الجمله، لا هجملها لك كمان في السن ده. لامين يامال لما ميسي ورونالدو عامه كانوا مبهرين اول لما ظهروا، كانوا حاجه مبهره، بس لامين يامال لما ظهر ما كانش معاه صامويل ايتو، ما كانش معاه رونالدينيو، ما كانش معاه تشافي، ما كانش معاه نيستا، ما كانش معاه لعيبه تانية شايله الليله، والتاني كان معاه سير أليكس تمام، والتاني كان معاه وجيل مانشستر كله. فده واحد شايل على كتفه فرقه، التانيين لما طلعوا كان في فرقه شايلاهم، مش فرقه دوله واسبانيا. ما انا بقول يعني الراجل راح خد بيهم اليورو على كتفه بالظبط، وقام رايح مع برشلونه. فده اللي يبين لك شخصيه لامين يامال قدام. يعني انا لسه ما شفتش لامين يامال ده الكونسيستنسي بتاعته تبقى عامله ازاي، الاستمراريه اكتر. احنا مش بنقول ان هو هيبقى احسن من ميسي، ممكن ما يجيبش ربع مستوى ميسي، ممكن ما يجيبش ربع مستوى رونالدو، ده وارد جدا. والمستوى اللي هم وصلوا هو في حاجات تانية عوامل يعني ممكن لا قدر الله اصابات، اي حاجه، الكونسيستنسي والاصابات والعمر. عنده 17 سنه وصل انه لعب 100 ماتش، هي دي بقى في التوب ليفل. انا دي بالنسبه لي امبارح كانت مفاجاه. يا جماعه ده لعيب. انا استغربت وانا قلت ايه امتى 100 ماتش؟ ايوه امتى؟ ده اللعيبه بتاخدها وهي بتعتزل يعني. انت بتتكلم على الاعتزال، بيبتدوا يمسكوا التيشيرت دي. ما انا بقول لك شيء اعجازي. اولا ده بقى اول اصغر لاعب يسجل في السيمي فاينل اصلا بقى، يعني بنتكلم على اصغر لاعب بيسجل في السيمي فاينل، اصغر من امبابي. كان هو اللي كان معاه الرقم وهو 18 سنه مع موناكو، بقى ده اصغر لاعب. كمان تصريحات لامين يامال يا جماعه مختلفه عن
مع كامل احترامي والله لميسي ورونالدو، بس ميسي كان دايما ما بيخشش في ديبيت. وعلى فكره ده مش شرط يكون صح وغلط، يعني هي مختلفه. هيبين لك شخصيه، بس هو عنده شخصيه، هي بتبين لك ان شخصيه. يعني هو لما طلع قال ممكن يكون ساعات في الافضل انك ما تتكلمش. يعني انا على فكره بحترم سياسه ميسي جدا وبحترم سياسه رونالدو من هو صغير يقول لك انا افضل لعيب في العالم. ميسي ما بيقولهاش، ميسي عمره ما قالها على فكره. بس هو هي بقى من افضل لعيب. رونالدو ممكن يكون بيتغذى بده، ميسي بيركز مثلا في الكوره دي مثلا بتديله دفع اكتر. لامين يامال هيبان بقى التصريحات دي هتجره ولا هو هيجره. ما هي التصريحات دي النهارده هو طلع رد عليها بشكل حلو قوي لما قالوا له انت جمهور مدريد مش مبسوط قوي باللي انت بتقوله. قال لهم والله انا لما بكسب، لما هم يبقوا يكسبوا يبقوا يعملوا كده وانا مش هزعل. يضرب فرغلي. انت فاهم؟ هو تصريح يعني لا مش هتشط وملهلب وبتاع. انا بكسب دلوقتي وانا وحقي اني ازيط. هو انا لو انتوا يا جماعه زعلانين ان انا بزيط عشان كسبان، لا لما تبقوا تكسبوا ان شاء الله ابقوا زيطوا وانا مش هزعل. هيبان بقى عقليته دي ماشيه عامله ازاي. بس هو في الملعب لا باين انها عقليه لعيب كبير. يا جماعه امبارح لعيبه برشلونه كلها بتاخد الكوره بتدور على لامين يامال. فين لامين يامال عشان نديله الكوره؟ عشان هو امبارح كان فايق. اكمل لك بقى كمان. انتر اصلا غير في سيستم لعبه مره واثنين وثلاثه في الماتش يعني وقت الماتش عشان لامين يامال. يعني هو في وقت من الاوقات كان مخلي لامين يامال مع باستوني هو اللي ماسكه. بعدين قام مغير خلى ان دي ماركو وباستوني هم اللي مع لامين يامال. بعدين قام مغير خلى باستوني يقف لجوه وخلى مختاريان ودي ماركو هم اللي مع لامين يامال. فانت هو عمال دي ماركو فرشه. ما انا بقول لك هو حتى انزاجي بره مهووس بفكره انا هوقف الراجل ده ازاي. دي كلها حاجات. نزل له كارلوس اوجوستو. أيوة. بعدها برضه ما يعني كان افضلهم، بس ما يعني التانيين اول مره شفت عصام الشوالي كان بيضحك ازاي على دي ماركو خارج. كان في كوميديا اللي هو ده طلع عين لا هو أيوة في التراب. هو الواد خارج عيني عنده لوسه اللي هو ده يقول لك ان الراجل ده المينتاليتي بتاعته ذكيه جدا. الواد ده ذكي قوي. الواد ده ذكي في الملعب كمان. الواد ده ذكي في الملعب وما بيخافش ما بيهابش حاجه خالص. هو ميزته في السن الصغير ده بصراحه ان هو ما بيخافش. وامبارح انا بالنسبه لي كمان انا كنت دايما باجي اقول لك ايه، لامين يامال عنده الحته الانانيه شويه. امبارح لا هو كان متخلص جدا من فكره الانانيه. انا هنا هعرف اخد القرار، هعدي صح. هعدي صح. مش هعرف هباصي، متوازن، هخدم على الباقي. التوازن ده بقى هو ده اللي انا دايما بدور عليه. بس هو في ماتشات منه بتشت، يعني في ماتشات انا هعدي وما بيعديش صغير. بس سنه صغير يعني لما يعمل كده، لما اعمل كده وانا 17 سنه متفهم ان هو بس حظ لامين يامال الكويس ده ان جاله واحد زي فليك. دي حاجه لحقته. لان انا عارف ان تشافي هو اللي مطلعه، عارف ان تشافي هو بس في حد يعمل لك نضج بقى. في واحد لا جه لمعك ليه؟ عارف انت تشافي هو اللي اكتشفك جابك من الارض. هو مش من حظ لامين يامال بس ان جه فليك، هو من حظ لامين يامال ورافينيا وبيدري ورافينيا وليفا ده اتكلمنا فيه كمان وشيزني وكل لما تاخد يعني رافينيا يقول ده لعيب في اخر يعني اتعلم كوره خلاص، اتعلم الكوره كلها. ده لسه اساسيات، ده لسه انت بتعلمه الدنيا فلما يبقى مع فليك الكوره يا جماعه يعني 16 سنه اخر سن انك فهو لسه معدي مدرسه الكوره. يعني هو 17 سنه ده اول سن رسمي بعد مدارس الكوره. لما يبقى عندك لعيب يعني بقى زي ده بيبتدي يجي مدرب يفهمه الوظائف بتاعته ووضعياتك وشكلك يبقى عامل ازاي وتتحرك امتى وازاي امتى تخش للعمق وازاي امتى لا تطلع تتطرف لبره وازاي الحاجات دي فليك اضافها له. وكمان جسمانيا الواد اختلف مع فليك، ودي حاجه تضاف لفليك. بس ما عرضوش هو برضه مديله انت هتنشف بس مش هتتبلق. يعني اللي بيتبلق في اماكن معينه بالظبط. هو مش عايز. هو جسم الفرقه كلها مختلف. تمام. ما انا بقول لك هو مركز في التفاصيل. انا امبارح وهو بيحط الجون انا شايف قدامي نيمار. انا شايف قدامي نيمار بالتكنيك بتاع نيمار بالترقيص. يعني كل الناس قالت ميسي. نيمار قعدت افكر فيها، بس المشكله ان فيها نيمار في الترقيص، لان ميسي ما بيرقصش بالسكيلز، ميسي بيرقص بالفنت. فهو نيمار عمله في الترقيص وقام خلص تخليص ميسي. بالظبط. يعني عمل حاجه غريبه جدا. الواد بصراحه ما شاء الله ربنا يحميه يا رب. لان الواد ده المواهب بقت قليله عامه في العالم، المواهب الكرويه بقت قليله، ودي كره زمان دي. فده الحاجه اللي تخليك تقول يا سلام على المتعه. هو ده في ريحه زمان، ده هو ده في ريحه اللعيبه اللي قادر ان هو يعني. انا اول مره اشوف جمهور ريال مدريد على اكس بيتكلم على الجون. هو اصلا بص انت لو هتقارن الثلاث اجوان بتوع انتر بالثلاث اجوان بتوع برشلونه مفيش مقارنه.
لا جون لامين يامال لا بس ثانيه واحده، لا ثانيه واحده الجون الاول، لا الجون الاول بتاع ترام حلو قوي، والجون بتاع دامفريس الدبل كيك ده كابتن ماجد. وانا بالنسبه لي دول ولا حاجه جنب جون. لا ماشي، ما هو ولا حاجه حلوين لا بس قصدي مش ما تقوليش ان هم مش حلوين. لا بس اللي عملوا بتوع برشلونه أيوة الثلاثه بتوع برشلونه في حته والثلاثه دول في حته. لا انا شفت ترام لو هنقارن الاجوان ترام جونه محترم يا جماعه. الجون الثاني بتاع برشلونه، الجون الثاني بقول لك ايه، فينش ترام هو الحظ خدمه عشان انيجو مارتينيز اتزحلق. لو انيجو مارتينيز ما كانش اتزحلق او كف على وشه الجون ده ما كانش جه سكه ودغري. لا بس اعمل جون كده عمر يعني انا بقول عن الحظ خدمه، انا ما قلتلكش الفينش وحش. لا بس هو الحظ خدمه والله يا سيدي. ما قلتلكش الجون بتاع دامفريس في حد بيعمل دبل كيك جوه بالشكل ده في كورنر يا جدعان؟ وهو الجون بتاع برشلونه الثاني اللي اتعمل العرضيه والتريحه والجمله نفسها. ده ايوه في جمله يا جماعه، في جمله بس قصدي خلونا ما نقارنش. الاجوان كلها حلوه بس التوب بتاعهم انا بالنسبه لي يمين يامال. يعني انت لو بتتكلم في اجوان فرديه طبعا لامين يامال. لا يعني انا لامين جونه الاولاني احلى جون طبعا في الماتش. لو هختار يا اما الجون الثاني بالنسبه لي، يا اما الجون بتاع ترام، يا اما الجون بتاع دامفريس. انا الثاني ترام عجبني بصراحه جدا، وفي الاول وخضه وانك تعمل كده في اول دقيقه برضه. الفينش يعني ابن كلب، اللفه بالكعب بالحطه بالشكل ده، ايه يا معلم ده؟ وبعدين ده لعيب غايب بقاله شويه، بقاله كذا ماتش ما بيلعبش، فايه يا معلم ده ايه؟ وبعدين دامفريس الدبل كيك بالشكل ده في جوه منطقه الجزاء، لا برضو محطوطه حطه بنت كلب يعني. طب تعالوا نتكلم على حاجه تانية وبكل صراحه، هو اللي كسب المعركه انزاجي ولا فليك؟ لان انا شايف بكل صراحه انزاجي. يعني انزاجي تفوق على فليك، انزاجي عارف يعمل اللي المفروض ما يعملوش في ملعب برشلونه، البدايه والقوه، وان هو قوه برشلونه اللي كانت غير طبيعيه برضو خلقت. يعني انا بصراحه لو هحسب الماتش ده اكيد فليك بنى طول السنه عليه، بس هي برضو فرديات جدا او شخصيه لعيبه خلاص بقت موجوده اكتر من الشغل اللي عمله انزاجي في الماتش ضد القوه الخارقه لبرشلونه. انت شايف ايه؟ واللي تقدم 3 مرات. يعني انا حسيت ان فليك عالج الموقف، ابتدى يصلح من اللي حصل، وده يحسب له برضه. بس اللي خد المبادرات الاولى والثانيه والثالثه هو انزاجي وفريق انزاجي اللي كان المفروض نازل يدافع. انا في رايي ان فليك بدا غلط. يعني فليك غلط في البدايه وانزاجي استفاد بالغلط ده، بس فليك صلح وعدل من المواقف بتاعته. بس برضو عنده حته يا جدعان، يعني هي ماشيه، بس عارف كل مره بنقول ماشيه، بس يا جماعه ما تعرفش يعني امبارح الجون الرابع ما كان انتر هيطلع كسبان 4-3 صح. يعني في الاخر لو كان الجون ده دخل هيبقى انا اصلا قبل الجون ده ما يرجع عمال اقول يا جماعه نرجع ورا شويه، يا جماعه نرجع ورا سنه، يا جماعه نرجع ورا حبه. فجاه لقيت الكوره بتتربط طول الموسم ما بترجعوش ورا. مش هينفع قدام انتر، مغيببه يا جماعه، مش هتنفع قدام انتر. ان انت كنت دايما بتتكلم على انتر ان هو سريع في التحولات، فارجع اسحب بس ورا سنه. احنا والله وهو بيرفع العرضيه اللي على الارض دي وهو بيحطها عمال اقول يا جماعه ما نرجع ورا، هي ايه المشكله؟ وعارفين يعني انا شايف انتر هو عارف يكسر البتاع بكل سهوله. يا ابني انا بقيت عارف اللي جوان هتخش فينا ازاي. باينه وعارف يضربها. انا معاك، هقول لك ليه. لان حاجه قلناها الحلقه اللي فاتت، انتر جامد قوي في كل مراحل اللعب. انتر جامد قوي دفاعيا، انتر جامد جدا في التحولات، انتر جامد هجوميا، انتر قادر انه يلعب الجيم بالشكل اللي هو عايزه. يعني انتر لو قررت قلت له هترجع تقف ورا هنقف ورا عادي، ما عندناش مشكله. انتر لو قلت له هتطلع تقف قدام هتضغط من قدام هيضغط من قدام. برشلونه ما عندوش المرونه دي. برشلونه فكره انا هضغط من قدام، هاخد الكره من قدام، هعمل سينه زي سوريا. انا بقول لك هينزل في ايطاليا هيعمل كده، وده الخوف. هيعمل كده ده الخوف، لان فعلا انزاجي يقدر يعورك. ليها عيب، ليها ميزه وليها عيب. جامد. ليها ميزه وليها عيب. بس هو زي ما انزاجي هيعور هو بالظبط. ما هو بس ده اعتماد برشلونه طول السنه عامه. بس فكره ان انتر كان نازل يلعب جيم دفاعي او جاي الماتش ده يقفل او ياخد اقل خسائر ممكنه من اسبانيا لحد ما تجيلي، هو طالع يا جماعه جايب 3 أهداف بقوه برشلونه القويه جدا هجوميا دي. لا هو في الاخر هو طالع جايب اجوان زيك، هو طالع في وسط ملعبك وفي وسط جمهورك. لا وضيع اجوان، وضيع اجوان. يعني في واحده بتاعت ترام اللي كوبارسي شالها، اللي شالها اللي اتزحلق وقام شايلها. في واحده الجون اللي اتلغى بفرق بوز جزمه مختريان. انا فهمت. يعني ممكن اقول انزاجي تفوق شويه نسبيا، لان برضو انزاجي ما عندوش نفس الادوات اللي موجوده مع فليك كامكانياته وكماتش. يعني انزاجي ما عندوش حد زي لامين يامال، انزاجي ما عندوش حد زي بيدري. منظومه شغاله. لامين يامال ده برضو فليك اوكي اشتغل، مش بقلل منه والله، بس هو في الاخر
يعني الاجوان حتى باستثناء الهدف الثاني اجوان فرديه، يعني رافينيا يشوط من بره 18 دي قوه خارقه عايزه حد لعيب جدا. هو فليك ما قالوش هنا شوط، بس لامين يامال الكره الاولى والكره الثانيه اللي في العارضه هو خلاص ابتدى يعمل خرق للطبيعه، لان المفروض انك تكون مزنوق هنا. يعني لو عندك لعيبه كتيره جدا ما حدش هيعرف يعمل اللي عمله غير رافينيا. فاهم قصدي انا بتكلم في ايه؟ انت رايك ايه؟ انا معترض على اللي انتوا بتقولوه. قول ماشي انا شايف انتوا بصراحه يعني زعلوش مني، بتقللوا يعني مفخمين في انزاجي قوي وفي انتر ميلان، ومحسين ان برشلونه لا تستحق الفوز، وانه برشلونه ما ضيعتش فرص. لامين يامال جايب كورتين في العرض. انا ما بقولش كده، انا بقول لك لا هو بيقول مين المدرب اللي تفوق. لا لعيبه برشلونه اسمع الكلام. مدرب انزاجي تفوق بس هانز فليك وقف له. ايوه ما قلناش حاجه، ده اللي احنا قلناه. بس مين المبادره في ملعبك؟ يبقى اللي عمل مبادره عشان كده هو عمل مبادره. وهرجع تاني واقول لك هو السيستم العام خدمه. الجون اللي جه في الاول ده لو ما كانش جه ما كانش ده هيحصل. طب بس هو جاب 2 كمان يا عمر، هو ما جابش 1-0 وقفل. ماشي هو جاب الثاني. لا هو على فكره هو كان فضل هو مقفل. هو انت 45 دقيقه ما فهمش الانتر غير الكورتين دول. ثانيه واحده، هو مش مطلوب منه ان هو ينزل يفتح لك الجيم في ملعبه. انا ما قلتش يفتح. طيب ما ده الطبيعي. انا لو نازل العبك يعني انا ليفربول لو نازل العبك يا عمر هنزل العبك تقريبا بشبه نفس طريقه انت يا باشا. يعني هقفل وهلعب على الكاونتر. انا اللي بقوله لك انه في الشوط الاولاني انتر ما عملش حاجه غير الكورتين دول، تقدم بيهم وانا رجعت. ال 45 دقيقه كلها برشلونه بيفشخوا. ده طبيعي يا عمر. الشوط الثاني هو كان احسن من برشلونه. ده طبيعي. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. انا مش طبيعي. الطبيعي ان انا لو جبت جون هرجع هرد بقى قوي، لان انا بالظبط انا جبت جون والتاني طبيعي اعمل ايه؟ هرجع اقف ورا. ما نعملش ده ليه؟ هي دي بقى اللي بكلمك. هو ده اللي بكلمك. لا هو مش ده الطبيعي. هو ده فكر مدرب، هو فكره كده. بس في مدربين تانيين. هو برشلونه بيعمل ايه مع هانز فليك؟ هجيب الثاني وهجيب الثالث وهجيب الرابع لحد حاجه ما يصفر. ده كام مدرب بيعمل كده؟ ايوه قليلين. ايوه قليلين. ما هو انزاجي بقى لازم تسال نفسك سؤال مهم. هل انزاجي اصلا عنده الامكانيات انه يقعد يهاجم يجيب 3 و4؟ على فكره برشلونه امكانياته مش زيك. الامكانيات هو طبعا عنده خبرات عن برشلونه والسن اعلى، معدل الاعمار اعلى. احنا عندنا الميزه ان الباقي كله شباب، فهو هيلعب على دي. احنا بنلعب. خلي بالك هو ليه الفرقه كلها بتجري؟ عشان الفرقه كلها يا باشا صغيره، فيلا بينا نجري. فانت هتاخد منهم الحته بتاعتهم اللي هو يلا بينا نجري، واللي هيعرف يرقص واللي يعرف يضرب واللي يعرف يعمل حاجه يعملها. فاحنا الدنيا تمام بتوجيهات مدرب. انا بس اللي بتكلم فيه انه انا ما خرجتش خسران، وده في حد ذاته بالنسبه لي مكسب كبير جدا بعد اللي حصل، الدربكه اللي حصلت كلها في الماتش امبارح. ما هي جملتك دي بتاكد اللي بقول لك عليه، انك تكون راضي انك تخرج متعادل. ده في حد ذاته انجاز لانزاجي. قارن ما بين حاجتين، انه برشلونه ما خرجت كسبانه بروسيا دورتموند 4 وبرشلونه وهي خارجه متعادله قدام انتر، واحنا كسبانين بروسيا دورتموند 4 هناك لولا جون بن ناصر احنا كان هيتعمل لنا ريمونتادا عادي جدا. ده ما يقلقكش؟ لا انا في التعادل النهارده ده لان اللعيبه كانت نازله ماتش دورتموند في المانيا مريحه. انا اللي حصل ان انا خارج دلوقتي 3-3 باشا. انا هي حياه او موت، هو 50-50. في سنه شويه عشان فكره الارض والجمهور، بس مع احترامي روما كسبوهم، ميلان كسبوهم، نابولي كسبوهم، وانت احسن من الثلاثه. تمام. وميلان كسبانه 3 في الكاس على ملعبهم، نفس الملعب اللي انت تلعب عليه. تمام. وخلي بالك انا عارف ان الماتش ده مختلف للانتر، لان هو ده الماتش الاخير في الموسم طبعا. ده الماتش يعني اللي هيوديك انك تلعب فاينل ميونخ، يا اما خلاص يا باشا ايه هتخرج يخرج بموسم صفر، وممكن تخرج بموسم صفر طبعا. انت لحقت الموسم بتاعك بكاس، ولسه الدوري يعني انت المتصدر فيه، ولسه معاك فيه اريحيه. هو كلهم 5 ماتشات وهتخلص. الماتش اللي جاي هتركز في الدوري بس الماتش اللي جاي على برشلونه وانتر صعبين جدا في الدوري. بلد الوليد لان برشلونه النهارده لعب 120 120 دقيقه موت قدام ريال مدريد، برشلونه لعب 90 دقيقه موت قدام انتر، برشلونه لسه عنده 90 دقيقه في الجوزيبي مياتزا. فانت النهارده هتروح تلعب. انا لو مكان برشلونه بجد ورايح العب بلد الوليد هبيعها خالص ريسك خالص. لا ما بيعهاش قبل ماتش ريال مدريد، لانه ده الماتش اللي قبل ماتش ريال مدريد. ما عنديش مشكله باشا. لا بص اسمع بس، تخيل بس سيناريو ريحها، تخيل فليك ده خسر بلد الوليد وخسر انتر ودخل مدريد ركبه كسبه، ده خسر الثلاثيه. طيب
ده هيقول لنا، ده يخلينا نقول حاجات هي كتير. الموقف اللي هو فيه ده على قد ما هو تاريخي هو صعب. انا لازم ادخل ماتش ريال مدريد يوم الاحد اللي بعد اللي جاي كسبان فرق 4 نقط عشان لو خسر لازم. وانا بقول لك مدريد صعب يخسر 4 ماتشات يعني. اعتقد احساسي ما اعرفش ليه بس اكيد كل مره بنقول انا وانت اسكت اكيد انتوا الاثنين المتوقعين في الكاس ان مدريد خلينا كده عشان انتوا الاثنين مش محترمين. خلينا معاك الدنيا بتمشي اهي. فبقول لك وارد يا جو خلاص خلينا نتوقع الماتش الجاي برشلونه يا عم. انت حر هنوديك في داهيه باشا. توقع ما تتوقعش، انتوا ارائكم لا تعنيني، هنكسب عادي جدا براحتك. انا بقول لك مدريد موقف مش لطيف، عايز ينتقم حقه. اللعيبه هتبقى عندها اكيد خاصه بعد التصريحات والدنيا. مدريد عنده ظروف كتير قوي، مدريد عنده ظروف كتير قوي، ماتش مختلف مدرب مش عارف فؤاد ولا ماشي، وكان هيمدخله في قصه. اقول لك على حاجه من دلوقتي، ريال مدريد مش هيكسبنا على ارضنا عشان بس تلخص الكلام ده كله. بس ماشي براحتك، بس عشان بس نخلص القصه الحمضانه دي كلها. بس انا مش هينفع برضو ادخل الماتش ده فرق نقطه. طب ليه ما دام انت مش هتخسر؟ عشان هتعمل توترات ملهاش لازمه. بس انا هكسبه. ما انت لو ضامن خش الماتش. مش عايز ادخل متوتر، عايز ادخل مرتاح. حتى لو هو في اسوأ ظروفه كسب هيبقى الفرق نقطه، هيبقى انا اللي برضو متحكم. بعد ماتش ريال مدريد يبقى فاضل 3، يبقى عندك اسبانيول على ملعبهم، فياريال على ملعبي، واختم باتلتيك بالباو. ماتشات مش سهله. فعشان كده لازم ادخل فرق 4، لانه لو خسرت بلد الوليد بصراحه لو مكانه هروح ماتش بلد الوليد ده لو اقدر. هو هيغير على فكره، اقدر اروح بفرقه ال 16 سنه، اروح بفرقه ال 16 سنه، لان اللعيبه عملت مجهود بدني رهيب. رافينيا لازم يريح، رافينيا، لامين، بيدري، ديونج. السن بس لا باشا، رافينيا بص اهو كل ما كبار السن 25 سنه. كبار السن ما كلهم لا يعني رافينيا، ليفاندوفسكي، ايناجو مارتينيز، ليفاندوفسكي مصاب ايا كان بقى يعني. بتكلم على المسن ده. لامين لازم يقعد. لامين ده ولد صغير جدا 17 سنه، فكره انك عمال تضغطه ماتشات كتير قوي لازم يريح. بيدري لازم يريح، ديونج لازم يريح. بتتكلموا على دوري برضه ملتحم جدا يعني، ريسك جدا والناحيه الثانيه انتر مصيبته اسوء. ايوه ما هو لان انتر بقى متاخر 3 نقط عن نابولي، عنده بقى مصيبه اسوء. لازم يكسب. وانا لو مكان انزاجي اروح بالاحتياطي. يا جماعه انتوا بتهزروا والله العظيم، اروح بالاحتياطي. ريسك جدا، هاي ريسك باشا. انت رحت ماتش روما بالاساسيين صح وخسرت. طب ما بالك راح بالاحتياطي يا باشا؟ ما اروح بقى بالاحتياطي. خلاص، ما هي انت اصلا متاخر 3 نقط. ما هو انت كده بتبيع الدوري وبتبيع. هو عنده فرصه كبيره في الدوري. هي دي عشان كده اللي بيكسب الثلاثيه هو عظيم، عشان كده بيبقى خارق انك تعرف تمسك هنا وتكمل هنا انا بقول لك هو هانز فليك في الليله دي كلها في ماتش بلد الوليد هيعمل تغييرين 3 ماكسيمم. انا شايف كده برضه تغييرين مش هيبيعها خالص يعني. مش يعني ممكن هقول لك هو هيعمل تغيير في الدفاع. ممكن تلاقي مش هيلعب، ممكن تلاقي كريستنسن بيلعب، وإيناجو مارتينيز مش هيلعب. كريستنسن واراخو هيلعبوا، وهتلاقي هيكتور فورت مثلا وجيرارد مارتين. ده ممكن. وتشيزني كده تشيزني مش كوندي برضه اصابه كوندي دي مؤثره جدا. كوندي بس انا ما اعرفش هيلحق ماتش الثلاث ولا لا. نص الملعب. طب ما انت كده غيرت الاربعه بتوع خط الدفاع اصلا. سبت جيرارد مارتين. لا هو انت ايوه سبت جيرارد مارتين بس. انت مغير 2 جيرارد مارتين، وعلى فكره ده تغيير. لا ما ايوه بس قصدي سايب جيرارد مارتين من يوم الثلاث. ماشي، يبقى انت كده غيرت 3 لعيبه. وفي نص الملعب هتغير بيدري، يلعب بجافي وفيرمين. بيدري اعتقد بيدري ممكن يلعب. اظن انه هيقعده. اعتقد ممكن يلعب بيدري، جافي، وداني اولمو تاني. انا بشوف انه ممكن يلعب بجافي وداني اولمو، وممكن يحط كاسادو. هو كاسادو كتير قوي ما لعبش. عادي هيحطه بقى. ما انت دي بقى ماتشات اللي تقدر تحط فيها كاسادو. يبقى انت ممكن فيرمين، ممكن يبدا بفيرمين، وممكن يلعب بديونج على فكره. يعني ممكن يبدا بديونج وجافي وداني اولمو. انا شايف لازم رافينيا ولا مين يامال الاثنين يريحوا. وبيدري بيدري خلي بالك، بيدري كان دايما مع هانز فليك ما بيخرجش، بيكمل ال90 وبعد ال90 وبتاع. بقى له كذا ماتش باشا هو بيشحر. هو خرج في ماتش، هو خرج في ماتش ريال مدريد في الاكسترا تايم، خرج في ماتش انتر امبارح لان خلاص مش قادر. عشان كده بقول لك في ماتش بلد الوليد محتاج تريح. تحدي عند فليك في الثلاثه اللي قدام. هتلعب بمين قدام؟ لانك انت كل نص الملعب وفي الدفاع عندك نوعا ما تعرف تمشي. قدام بقى مفيش. فانا رايي ان انت ممكن مثلا يجيب فيران توريس مثلا في وينج من الوينجات مثلا. يعني انا بقول لك انسو فاتي هيبدا، ويحط ممكن انسو فاتي يبدا ممكن، ويحط مثلا فيران عمل الماتش هيبدا بيه. وعلى فكره ما كانش وحش. هو ضيع كتير يعني. هو في الماتش اللي لعبه ضيع كتير وكان هيسجل، بس دي لسه برضو رجلك ما كانتش في الملعب كتير، فطبيعي. انا بشوف ممكن قدام يبقى فيران توريس، فاتي،
ومش عارف بقى هيريح الاثنين ولا هيلعب بحد فيهم، لامين يامال ورافينيا. شايف النسبه كام؟ 60-40 برضو لانتر؟ لا ولا 50-50؟ لا يعني 55-45. لا يعني 51%. يعني انا شايف ان بس يعني اللي عملوا الانتر كله في ماتش المونجويك ده 1% زياده. خلي بالك انتر كسب بايرن بره ملعبه وتعادل على ارضه. عشان كده بقول لك كلامي كان هيكون مختلف لو احنا خسرنا. لو احنا كنا خسرنا احنا النهارده، ولو كنا كسبنا كان الوضع هيبقى مختلف، كان هيبقى عندي سنه قلق شويه عشان احنا اللعيبه بيبقى عندها سنه رعونه كده. انا نتيجه التعادل دي هي اللي هتفرق، هي اللي هتدي دفعه، لانه خلاص انت ما فيش حاجه تخسرها، والعب يا باشا بقى، وهتعورني هعورك، انا ادفعي زفت انت ادفعك قطران، هنسب لبعض. مش خايف من المدرسه دي، بس انت تدفع زفت هو دفعه مش قطران. انا ده جاي في جماعه جاي في 3 اجوان. تمام بس دفاعه 3 اجوان وهتقول لي دفاعه كويس. عنده منظومه الى حد ما دفاعه عنده منظومه. بص الاجوان اللي بالاضافه كمان بالفرص اللي انا ضيعتها. انت كنت جاي، انا لو كان في سن التوفيق والله كنت اكسب 5 عادي، وهو كان يقدر يسجل 4 و5. ما هو ده اللي بكلمك فيه. اصل انت هتقول لي دفاعنا وحش وهو دفاعه جميل. عنده منظومه يا عمر. طب ما انا عندي منظومه. لا ما عندكش منظومه دفاعيه قويه. يعني منظومتك قايمه على فكره ان احنا هنهاجم ونستعيد الكره من قدام. لو احنا بنتكلم على الدفاع فهستعيد الكره من قدام، فاقدر اعمل على فكره لما بتغير اللعيبه كمان اتهزيت. يعني انت دفاعك كان ثابت في كوبارسي وايناجو مارتينيز اصابه كوندي لخبطت الدنيا. اصابه كوندي لما غيرت ونزلت ايناجو شمال. ايريك جارسيا هو نزل ايريك جارسيا يمين وجاب ايناجو ومارتينيز. فانت كمان ما بقتش انا شايف ان هو لازم يبدا كده الماتش الجاي في بلد الوليد. لا في ماتش انتر. لا مش هيبدا بايريك جارسيا، هيبدا لا مش ايريك جارسيا. لا لو كوندي مش هيلعب يبدا بنفس الشكل. يبدا ايريك جارسيا. لو كوندي مصاب، لو كوندي مش مصاب كوندي طبعا يلعب. ماشي ايريك جارسيا على اراخو. لا يبدا ايريك جارسيا. هو يقصد ايريك جارسيا اراخو كوبارسي اينيجو مارتينيز. جيران مارتين ده لازم يتشال. كارثه. لازم يتمحي من الوجود. هو لعب عليه دمفرايس، خلاه افضل باك رايت في العالم يعني في يوم. لا ما هو اي حد هيلعب على جيران مارتين. اي حد لعب على جيران مارتين اصلا. دي ثغره على فكره، وانزاجي كان محضر لها. بس لا هو في الغالب هيلحق. بلدي هيلحق. مهم قوي. بلدي هيلحق ماتش العوده النهارده. قالوا بنسبه 90% هيلحق ماتش العوده. ولو طاروا الناحيه الثانيه لو مكمل مصاب دي برضه هتفرق مع الانتر جدا. يعني لو طاروا يمكن ما يكونش باين قوي للناس هو عمل ايه في الماتش الاولاني بس هو لو طاروا مع ترام الاثنين الثنائيه دي، مهدي التريمي وقع بالليفل تماما بصراحه. يعني فرق كبير مع عمر ارناتوفيتش كمان صح. بس ده كمان بقى الليفل الرابع فاهم. انا ما صدقتش اصلا من كام يوم. انا كنت ناسي ان ارناتوفيتش ده موجود في الانتر. لقيته قلت ايه هو ارناتوفيتش ده بتاع ستوك سيتي ده لسه بيلعب وفي التوب ليفل. مش راح الصين تقريبا. ممكن يكسب دوري ابطال. راح الصين ورجع تاني. ايوه ده غريب جدا ارناتوفيتش ده. ممكن يكسب ماتش تشامبيونز ليج في اخر حياته كده. انا كمشجع محايد اتمنى ان الفاينل يبقى برشلونه باريس عشان نشوف كرة عظيمة. اشوف جري بقى وجوان رايحه جوان جاي. بص يا باشا خدها 6-6 هيبقى اول فاينل تشامبيونز ليج. انا قلت لك هنطرق على ريال مدريد ولا لا؟ قلت انا السنه دي الدنيا ماشيه معايا الحمد لله. اضرب كاميرتك دي انهي واحده؟ سيبك من الاربعه اللي هنا، سيبك من الخمسه اللي هنا، سيبك من اللي فوق. احنا كسبنا ريال مدريد طلعناهم 3 بس ما كانتش على الصفر يعني للاسف. جابوا جونين ربنا يرحمهم يعني. مش مشكله تعدي. بس تعدي على رايك طالما قلت 3 بالظبط. هيحصل يا باشا في سيناريو الفاينل ده حاجه من 2 يا برشلونه ارسنال يا انتر باريس. انا قايل الجمله دي برضه ملهاش تاني. انا حاسسها كده ما اعرفش. برشلونه بقى باريس وانريكي وهكرهه فملهاش لازمه. ده تمنيات ولا توقع؟ لا ده انا ده توقعي. احنا رابطين مع بعضينا. ده توقعي يعني بنروح الفاينل سوا يا اما انت باشا. برشلونه اقول لك على حاجه وانا احساسي كده ارسنال هتعمل مفاجاه في باريس واحنا هنعمل مفاجاه في ايطاليا. يا اما هننزل نتريق انا وانت سكوري خلاص والله العظيم وانا بعدين لايف رياكشن ماتش رخم قاعدين عاملين كده. النظارات تيجي بس لا انت اللي هتلبس النضاره يا حبيبي انت وهو. لكن انا يا باشا من بدري. لا يا باشا انا واخد دوري. احنا هنهزر ولا ايه؟ طب وانا ممكن يبقى معايا دوري. لما يبقى معاك دوري يبقى يلبس النضاره لوحده في اخر الموسم. هتسيبوني يا كلاب يا صفري. هو انت ما فيش حاجه بتنافس عليها خالص غير الشامبيونز؟ يا لهوي. اكون او لا اكون لن تكون يا صفري. بكلنا على التوقعات. انت اللي بتقول. انت اللي هتقول لنا. انت اللي هتقول لنا عشان مستر حازم از اجازه. مستر حازم ان راسد. يا
ريد سي. هيدن شيست. مش عارف. بوشامبولي. خلص قول، هنفضل نديك لحد ما تقول. استنى، تعرف فين أم امتحانات، ما حاجة؟ تقول يا مهاب من تحت لفوق. يا عم لا الواتساب بتاعه غرقان. انت فاكر ايه؟ انت فاكره زي الواتساب بتاعك فاضي؟ قشطة يابا قشطة قشطة. يلا يابا يلا توقعات. قشطة يابا قشطة. يلا هنبدا باقل واحد. جو دوت ربنا ينتقم منه. تمام عشان هو اللي فتح السيره. تمام. رقم 2 كم نقطة؟ كام نقطة طيب حبيب هو قلبي؟ 8 نقط اه الاسبوع ده. تمام. رقم 2 هو سيد مروان 9 نقط الاسبوع ده. أو عدتني. تمام. عمر 11 نقطة الاسبوع دوت. ما شاء الله عليك، الله اكبر. الحمد لله. ربنا يزيدك. توجيهاتك يا استاذ والله. عم اي خدمة. تمام. 11 نقطة. هيبقى التوتالة بقى. جو 257 نقطة ما شاء الله. الأول والتاني زي بعض؟ لا التاني هو بيعمل أستاذ سسبنس. عمر 283 نقطة. ما خسرتش كل حاجة. الأول السيد مروان 286 نقطة والمنافسة احتدمت. شكرا. شكلها الفاينل سوا والفانسي آخر يوم سوا والتوقعات لا يا آخر تبقى يوم. بص اصل مش هاخد الاثنين. هي فاينل تشامبيونز فاينل توقعات. تولع التوقعات. تولع يا باشا مش عايزها. خدها والله لا انت اخويا. والله لا انت والله انت البطل. باشا خد انت البطل الشامبيونز السنة اللي وسيبها فاتت لي. وهتفضل بطل الموسم ده. بص هو حتى في أسوأ الظروف، وخلينا يعني ننهي بالكلام ده قبل ما ندخل في التوقعات، حتى لو وصلت للفاينل وتوجت بالتشامبيونز ليج هيبقى معاك واحده. دي انا يا سيدي ما يا عم اخدها اسكت بس ده انا هيطير. ابقى بطل اوروبي واقعد معاكم بقى السنه الجايه. هيبقى معاك كده. واحدة. مش مشكله، هبتبتدي بواحده، اخش بس في صفوه المجتمع، اخد كارنين أنا نادي ابتديت بواحدة. وبعد كده اقعد. وجرت معاك معايا 6. اصل الباقي مش يعني مش فاهم. هيوصل للرقم. هخش لا لا في بس يعني يا باشا لا، ده لسه بعيد. الموسم اللي بعديه يخرج من دور المجموعات على اللي انت عايزه. العب ملحق. جيوكيرس هو بيجيب فيك جوان السنه الجايه تشوف. جيوكيرس لا اطلع في القاع في الاخر زي داروين معقول كله بتقول مع ده ليفربول. انت كنت عايز تدفع فيه 60 مليون جوه على قبل فكره الحلقة. هو انا قلت في حلقه الجمهور اللي فاتت أيوة، وباكد كلامي. داروين نونيز لو جه برشلونه هيبقى واحد تاني خالص. اقسم بالله ما بيعرف يلمس كوره. توقعات مانشستر سيتي وولفرهامبتون. اتفضل. مانشستر سيتي وولفرهامبتون. مانشستر سيتي 2-0. 3-1 يلا. 2-1. استون فيلا فولهام. استون فيلا فولهام 2-2. 3-1 استون فيلا. رخم يا احمد. 2-1 استون فيلا. ايفرتون ابسويتش. ايفرتون 2-1. ايفرتون 2-0. ماشي. ايفرتون 1-0. اوكي ليستر ساوثهامبتون. الهابطين. يلغى. يعني انا شايف نلغي ده ضياع وقت وباقه وقرف ونقط بتضيع. يلغى والله. خلاص طيب ليستر وساوثهامبتون يعني خلينا نقول ليستر هيتنفسوا الصعداء يعني 1-1. 1-0 ليستر. 1-0 ساوثهامبتون. يلا فرقعها. خليها 2-1 ساوثهامبتون معلش. ما فيش ولا مشاكل. ما فيش يهمك. مشاكل يا جو يا حبيبي. جميل. ارسنال وبورموس. ارسنال اتفضل. وبورنموث. واحد هيتعادلوا طبعا عشان مركزين في الماتش التاني. 1-1. 2-1 بورموس. ياه يا باشا خلاص. لا يعني قصدي الكراهيه وصل لدرجه لما توجت بالدوري يا ابني انت مش هتلعب لسه بالفرقة. بتعاديني. يا حبيبي انت مش هتلعب بفرقه اساسيه خالص. ايوه هو كره وخلاص يعني. كره ايه يا ابني بتوقع ان انت مش هتلعب. ما تتوقعليش تاني يا احمد يا يوسف. 2-1 الارسنال. 2-1 بورموس. لا خصمته يا 2-1 ارسنال. مفيش جو هيرجع تاني. برايتون نيوكاسل. 2-1 ارسنال. برايتون نيوكاسل. ده ماتش جامد قوي. نيوكاسل 3-2. 2-2. حلو. 2-1 نيوكاسل. اوكي ويست هام توتنهام. فرخ شمورت. اه اوسخ ما في لندن. لازم التتويكه دي على يعني ملعب مثلا. ويست هام. ملعب ويست هام 3-1 ويست هام. 2-0 ويست هام. 2-1 ويست هام. انت ليه كده؟ حاجه فريق لازم. ده ممكن يوصل ده ممكن- للفاينل. لا ده هو ممكن ياخد ويونايتد. بطوله وانت ما تاخدش بطوله. الكونفرنس دي بقت بطوله. لا، هو يلعب كونفرنس، يوروبا. يلعب يوروبا، اوروبا اللي انت ما قعدت تحاول تاخدها وما عرفتش. بودو جليا بتاع بودو جليبت. تخيل الفاينل هو ويونايتد. 1-1. ده يبقى حلو لايف ده. رياكشن ما بين ده ماركو آه. وكمال. وتخيل فاينل هتتخانقوا مصراع الجبابره بقى.
انت ومارك بقى الله يعينكم. انا مش هحضر الرياكشن ده، ممكن تفتحوا قناه وتعيشوا ولا حجمي بطوله تسمح لي اسيب لك الباسورد واسحبها وتدخل وابلود. ويست هام توتنهام 1-1. ماشي. برينفورد مانشستر يونايتد، ده دور مين؟ احنا قلنا بوردوس تكسب. مروان. ده دور مروان. برينفورد مانشستر يونايتد 1-1. 2-1 برينفورد. مبقاش ليك حد ويقف معاك خالص. برضه في الغالب هيلعب. انت قلت 1-1. حلوه دي. 1-0 برينفورد. نوطايه برضه. تشيلسي ليفربول. خش يا حاجات مالهاش لازمه دي. ايوه يا بطل، ايوه يا بطل. والله يعني ممكن نتعادل 2-2. ليه يا بطل الدوري كده؟ اتفضل بقى، يعني عارف انت لعيبه هنجرب. خلي حد ياخد نقطه. اصل ده بري سيزون. ايوه صح. وخلي الفقير ياكل. خلي الجعان ياكل. انت جاي لي الفقير، انت فقير جاي بعد الماتش ده فقير. انا كنت طلعت من الشامبيونز وهرقشك. تعمل لي ممر شرفي كده، وارتيتا يبقى واقف ويسقف، تسقفوا كلكم. سقف وافتكر وشه كويس. لا انت افتكر وشي كويس، افتكر ان انا بطل الدوري. عايزك تقعد تبص تقول لي يا بطل الدوري يا كبير. مين جو؟ لا انا مش معترض على جو، معترض على اللي قاعد جنبي. صح، بتعمل لي ممر. انا ومين يعني؟ قوم اقف اعمل لي ممر شرفي زي البسين كده ويعدي من تحتي. حاجه عبث والله. قوم اقف اعمل ممر شرفي كده بص اعمل له كده. اعديك من حته افتح رجلي وتعدي. جو طالع كده. كام يا بطل الدوري؟ 1-1. 2-2 ماشي. كام يا مخيته؟ 2-1 ليفربول. يلا جميل. 2-0 ليفربول. حلوه برضه. كريستال بالاس نوتنجهام فورست، المباراه الاخيره في الدوري الانجليزي. نوتنجهام 2-1. ماشي. انا اروح معاك بقى عشان ما نبعدش قوي مع بعضينا. خلي بالك نوتنجهام خرج بره التوب فور، بس لسه عنده ماتش. لا نوتنجهام ممكن يكسب. لا نوتنجهام 1-0. احنا النتيجه دي من غير بس ماتش نوتنجهام، بس احنا متوقعين ماتش نوتنجهام من الاسبوع اللي فات هيتضاف على الاسبوع اللي جاي، عشان احنا بنصور الخميس بس بدري. اعكس يلا، انت كده التالت. لا كريستال بالاس ده صعب قوي. ايزي. شفت ايزي عمل ايه في يلا يا باشا 1-0 كريستال بالاس. يلا ايزي اهو. الجول اهو هيتجاب في المونتاج على التيك توك. يلا يا عم يلا. برشلونه بلد الوليد على ملعب بلد الوليد. ملعب بلد الوليد فعلا. يلا. ماذا يفعل برشلونه بالناشئين؟ 1-0 برشلونه. واحد ايوه. هتعادلوا. افكر اعادلك بصراحه، انت مخك هيبقى متشتت موت. ولا متشتت ولا حاجه. انا حاسس الدوري احلى وهتتعادلوا بصراحه. انا احساسي بيقول 1-1. ماشي. 2-0 برشلونه. 2-0 برشلونه ماشي. بس بلد الوليد ده الاخير في الدوري وهبط اصلا. هو ما تخافش غير من قليل. تلاقي واحد فيهم بيحب ريال مدريد عايز يشتريه. ريال مدريد سيلتا فيجو على سانتياغو برنابيو. 2-0 مدريد. سيلتا فيجو 3-1 ريال مدريد. ياجو اسباس 2-1 ريال مدريد. اوكي انهي الحلقه. لا تشامبيونز ليج يا بابا. خلاص انهي الحلقه قبله. تشامبيونز مش ليج عايزين سسبنس وكده ويقعد يقول لي باريس هتطرقع. ارسنال الباري او الباري ارسنال. يا كومون سافا بيان. 2-1 pour Arsenal. pour Paris. pour Paris. 2-1 لمين يابا؟ 2-1 ارسنال. ضربات جزاء ارسنال. طب ليه بتصعب على نفسك؟ ما كنت تحطها 3 وخلاص. 3-1 3-0 يعني. 3-0 لا ما ده كده مش بودي نفسي يعني. انت يعني رايح احساسي يا اخي، احساسي يا ضربات الجزاء طب اتفضل توقع انت وانا امشي خالص. ولا هو ما بيجي ما ينفعش معاك غير هو، ولا هو اللي بيعرف يعملها لك بتسكت؟ مهاب هو ايه اللي بيعملوه لك؟ مهاب خلاص يا مهاب. مهاب خلاص اقعد انت هتقوم ولا ايه؟ اقعد هيعملها لك. اقعد ما تعصبش. اقعد كالم داون.
اقعد هو شط اب اقعد. هو الوحيد اللي بيعرف يعملها لك. ده بيتكلم كده ليه؟ هو الوحيد اللي بيعرف يعملها لك. عم ربنا يسامحك. يعمل له كده يسكت، لكن انا اعمل له كده ولا فارق معاه حاجه. يلا اتفضل يا استاذ جون. ها مش كده انه واخدها على قلبه. حبيبي يا عم بقى خلاص. لا ها هسحب المايك. لسه مكمل. هو بيعمل يلا كل مره، يعني كل مره يلاقي عصايه دي. يا عم طبيعي. انت اللي مش طبيعي، هو بيشتغلك. خليك كده ثبته لحد نهايه الحلقه. اتوقع استنى بص متوتر. ما تتوترش خلاص خلاص. خلاص عارف غلط. ارجع له عادي عشان عارف غلط. خلاص هو كده هيتوتر. خلاص لو اتكلم تاني اعمل له كده. بدل فجر التوقعات بقت احلى من العبث. حد ملاحظ يقول لنا في الكومنتات الموضوع ده. دي التوقعات اللي فاتت نار يعني. 2-1 باريس. 2-1 باريس. مع السلامه يا صاحبي. طب ليه كده يا بابا؟ ده كنت انت حتى ليه ده تقعد بقى لحد الفاينل وتتفرج عليا وانا بخسر الفاينل تتبسط اكتر يعني. فكر بغل بس اللي قدام. يا ابني باريس هيكسبك يا ابني. فرنش ما فرقش اسبوع. لا ده ده لسه نهايه الشهر يا عم. في شهر 5 كله. عايز اكسبك بس مش عارف اكسبك ازاي. مش عارف اجيبها لك منين. يعني يلا عايز اقول 1-1 بس مش راكبه. هيكسب هو. لا يلا. و2-0 استحاله. قول وهيجيبوا 1-0. جوان. قول 1-0. باريس هتجيب 3-2. هتبقى 3-3. ايوه تبقى تعادل عادي. يلعبوا ضربات جزاء. هو ينفع اقول ضربات جزاء برضو ارسنال؟ 1-0. لا قال 3-2 عادي. 1-0 ضربات جزاء ارسنال. افتكر بس مورينو رأسية ثم ضربات جزاء. باريس هتجيب جوان. انا بفكر اغير تصدق. باريس هتجيب جوان طبعا. استنى استحالة بفكر يعني. اغير. انت قلت كام اصلا في الاول؟ انا قلت 2-1 باريس بس بفكر اغير. ايه هتكسبهم اكتر؟ هكسبك بقى يا صاحبي. ايه يا صاحبي ده؟ ليه التغير ده؟ كده اقلق. بس ليك حق تغير بعد ما ايوه انا عشان كده سكت. تاخد دي. ابوسك. تاخد دي والله. ابوسك. 3-1 ارسنال. الله بس بقى افتكرني. اوعى. ده 3-1 ارسنال. ده انبسطت قوي بيعشمك. إنها ده حصلت. بيعشمك عشم. ولا 10 ولا حاجه. تكسب ولا مش هتتعادل باذن الله. لا قول عايز تغير ولا 3-1 باريس. علي يا ابني علي يلا برشلونه علي يا عم. انا والله كان يعني مش ده بيخاف من مايلو. بص بقى ده بس هيبتدي يلجلجه ازاي بقى دلوقتي. اهو جاله اهو المرعب اهو. ايوه ما تحطوش بقه يعني ما بخافش من مايلو. جاله المرعب اهو. تمام. جاله المرعب. بس ما تقعدش بقه في بقه يعني. قول كده التوقع بس مش عارف يتوقع. يبوظ توقع علينا. انت عايز برشلونه انتر دلوقتي؟ انا جاي لك. ثبتها يا مايلو. ازيك يا مايلو. برشلونه انتر. برشلونه باذن الله 2-1. انا كنت عايز اقول 2-1 برشلونه. 1-1 ضربات جزاء برشلونه. بس هي لو 1-1 هتبقى ضربات جزاء انتر. سومر هيتشقلب. ده سومر. تفتكر؟ ده سومر. سومر هيتشقلب. اعكسها يعني؟ اعكسها. لو انت عايز واحد ضربات جزاء يبقى سومر. والله ما بيعك يا صاحبي. احنا رايحين النهائي سوا يا ما فيهاش. باذن الله باذن الله. برشلونه 2-1. برشلونه. انا قايل 2-1. انت قلت 2-1. دي علامه بقى. والله ما سمعتك. والله ما سمعتك. اكسبك ازاي؟ عايز تكسب اللي انت ازاي؟ عايزه. 1-0 عادي. لا انتر هيجيب. انتر هيجيب. وانا بقول لك انتر مش هيجيب. 1-0 برشلونه. 3-2 برشلونه. انا كانت في دماغي 3-2 دي في الاول فعلا. ماشي خير باذن الله. جمهور الانتر هو فشخنا الحلقه الجايه. ايه الحلقه الى هنا عزيزي المشاهد المحترم الكريم سيد ادهم سيد احمد سيد مهاب تنتهي حلقه هذا الاسبوع يا اسطى اقسم من بالله ما بودكاست بخاف رازع منكم. الجمهور الذي ياتيكم يوم الجمعه بص في هو الساعه بقه ده 3 قرف، عصرا قرف. بتوقيت القاهره وبتوقيت يا اسطى بص السعوديه. من بقه ده طبعا قرف. بغض طب النظر بص عن معانا ما مكان. يحدث اذا هي تحياتي عمر خالد وتحيات البقلس. كفايه رزعاوي. ما حد كده. بص الوبا